بسم الله. بسم الله. ازيك يا عبير؟ ازيك يا رجاء؟ اخبارك ايه؟ إيه؟ الحمد لله. ازيك يا الحمد طوطة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ مش حابه تعرفي الناس كده مين عبير؟ اوكي، انا عبير الليسي. انا صيدلانيه. مواليد البحر الاحمر. اوكي. عشت، اتخرجت من صيدله في دفعه 2003 عين شمس. وكنت بنت دحيحه قوي. وبحب المذاكره، وانا لغايه دلوقتي بحب المذاكره واقدر العلم جدا يعني. انت اللي هم الناس بتقعد قدام دول. والناس تكتب مني تاخد مني محاضرات والكلام ده. انا دحيحه احب العلم جدا، ولغايه دلوقتي اقدر العلم واقدر اللي بيفهم في العلم بصراحه. بس يعني فصيدلانيه واتخرجت من صيدله. بس ما كنتش قوي محدده انا هعمل ايه، ما كنتش اورينتد. كنت بالنسبه لي انا البنت اللي عارفه ان هي واجبها ان هي تذاكر، فذاكرت وجابت مجموع كويس، دخلت الكليه اللي هي عايزاها. دخلت صيدله، جابت امتياز مرتبه الشرف، اتخرجت. هتعمل ايه بقى؟ نقطه خلاص. ايه ده؟ مش عارفه طب خالص. ما دي رحله ماشيه اشتغلتيش؟ معانا. ايه، ما اشتغلتيش اشتغلت في صيدلية؟ صيدليه كده، وما كنتش يعني عندي اي باشن، بروح قليل، باخد اجازات كتير. مم. فتحت صيدليه كده، والدي وشويه شركاء كنت ماسكاها برضو، يعني تمام، ما فيش. بعد كده قعدت في البيت اوكي. لغايه سن 31 سنه. مم. اتجوزت وسافرت بلد عربي. وقعدت بولادي بقى يعني اوكي. لغايه سن 31 سنه. مم. عندي 31 سنه بدات اني انا احس هو ايه ده. والوقت، وانا دايما بحس بحاجه، انا بحس ان على سن ال30 العداد لما بيقلب عموما، سن ال30 سن ال40، في حاجه كده بتحصل في الدماغ يعني. الواحد بيبتدي يحس هو عمل ايه في اللي فات وفاضل قد بس ايه. احنا مالناش داخل بالحاجات دي، احنا انا مالناش كنت دعوه لسه بالحاجات بقول لك انا داخل على 40 فحاسس ان دي. مش انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ انتوا جايين تنكدوا علينا يا جماعه. انا كنت الست بشتكي وبتكلم في لطلبه السن بقول عادي. له انا يعني خلاص الواحد داخل على 40 وكده، قال انا خارج من ال 40. انا مع طلبه بقى، في انا ايه في يا نص جماعه؟ ال40. في ايه يا جماعه؟ فيعني فلسه عايزين نشوف لما تقلب على 50 هيحصل ايه برضه. هقول لكم بقى ان شاء الله. بقول لنا مستنيينك. ف فساعتها حسيت ان انا ايه ده، عندي شره رهيب اني ارجع اتعلم. بدات ان انا اخد كورسات كتير قوي اونلاين. اول شغلانه اشتغلتها كانت مدرسه مع الولاد، لان انا كنت من الناس اللي الولاد عندي بالنسبه لي انا اتاتشد جدا لاولادي، ومن هم صغيرين اتاتشد جدا. فكنت اول حاجه اشتغلت معاهم، هو اول ما الولاد دخلوا المدرسه اشتغلت معاهم في نفس المدرسه. وبعد كده بدات اشتغل في شركه ادويه، وبعدين في مجال الماركتينج بدات احب الماركتينج جدا وادرس فيه بتمعن. وبعدين بس عبير دي محطات مختلفه خالص ورا بعض، خالص. يعني تدريس، ماركتينج، لا، ولسه ادويه. بقى. ولسه بقى آه. يعني وبعدين رجعت مصر، اشتغلت في الماركتينج ريسيرش. كان في 2015. شركه وبعدين ماركتينج ولا شركه صيد؟ ماركتينج ريسيرش. اوكي. وبعد ابحاث تسويقيه اكيد دي علاقه بالادويه. الى حد ما بالظبط، بس كانت ادويه وغير، بس بنسبه كبيره كانت ادويه. وبعدين خدت دبلومه ماركتينج من الجامعه الامريكيه، وكنت خلصت ماجستير بقى بتاعي في صيدله. يعني كنت الاثنين، كنت يا دوب خلصت ماجستير في صيدله باي كيمستري، ورحت واخده دبلومه ماركتنج من الاي سي. وساعتها عملت لاترال شيفت يعني في الماركتنج، ما بين ماركتنج ريسيرش اشتغلت ديجيتال ماركتنج. معلش يا عبير، كل ده الفتره الزمنيه ايه؟ 31 سنه من 2012. الكلام ده انا بحكي لك اللي هو لاترال ده في 2016، يعني في 4 سنين. 4 سنين. اه كل الحاجات دي ورا ولسه بعض بقى. وبعدين ما شاء 4 الله. سنين بعد كده خدت الديجيتال ماركتنج. ما انا هحكي لك بقى عشان نوصل للي احنا فيه ده. ان انا في 2016 بدات ان انا اشتغل ديجيتال ماركتنج شويه، لغايه 2018 فتحت اول شركه ليا. ودي شركه ديجيتال ادفرتايزنج، كانت ميني سبيشاليست فارماسيوتيكال. بعد كده توسعنا، والشركه دي حصل لها اكسبانشن في دبي. وهنا بقى عندي 41 سنه. كنا كده عدى 10 سنين. اوكي، عدد قلب. بالظبط، عدد وساعتها جالي برضو شره رهيب بقى، ما قدرتش اتسيطر عليه ابدا. اني اساعد اللي زي اللي عدوا فتره ان هم مش عارفين، او بعدوا، او اتجوزت وسافرت، او قعدت مع مرافقه زوج، او قعدت بولادها، او جالها ماتيرنتي ليف، او وات ايفر، او حصل لها ظرف عملت حادثه. كل الكيسز دي انا شفتها. جالي بقى شره رهيب اني اساعد الكاتيجوري ده من الناس، لانك انت عملتيها ونجحتي فيها، بالظبط. فقلتي نعمل منها ريبليكا بقى، نكررها تاني. بالظبط كده. ومن هنا بقى ظهرت شركه ممكن.
بالظبط. وكان 41 وعدى على الكلام ده يعني 4 سنين. كان 2022 دي السنه الرابعه. وهي شركه موجوده في مصر، بيز في مصر؟ ممكن شركه بقى في مصر. أوكي. يعني الشركه الاولانيه شركه في ليها مكتب في مصر ومكتب في دبي، والشركه الثانيه مكتبها في مصر. بس وانتي بتعملي الشركه، انا فاهم ان الدافع كان القصه اللي انتي عشتيها بنفسك، بس ازاي نعمل موديل بقى؟ ازاي نعمل، لان هي لازم تكون شركه ربحيه عشان نستفيد. فازاي عملت لها موديلنج؟ لان هي دايما القصه مش بتكون هي الدافع الوحيد. قعدتي مع مين؟ قلتي له ايه ان احنا هنطلع فلوس ازاي يعني؟ ايوه بالظبط. بص، انا في الاول اول ما جات لي الفكره دي انا حسيت ان ده واجب عليا اني اساعد الناس اللي مش عارفه الطريق. وكنت دايما شايفه اني بحضر ايفنتس كتيره فيها الناس اللي هم الفريش جرادويتس، وفي فرص كتيره جدا للولاد، ولادنا بقى اللي هم يعني يعني الاجيال اللي بعدنا يعني صح. بكتير، بالجيلين مثلا. وكنت شايفه ان لو عندها مثلا 40 حاجه و40 سنه او حاجه و30 سنه، وابنها عنده او بنتها عندها 17 18 سنه هتحضر ايفنت، الام مش هتروح مع ابنها الايفنت، هتتكسف لان هي رايح مع اصحابه، فاحنا ليه مش بنخاطب هذا الكاتيجوري؟ طب ليه؟ وحتى لو ناس رايحه ب 17 زي ايفنتس كتيره جدا للتوظيف وللكارير والكلام كبير جدا يعني بيحصل في مصر وحاجات عظيمه يعني، ولكن لو البنت بس قعدت لغايه سن حاجه و20 سنه مش هتحس ان هي انا اوت ديتد، انا مش بيكلموني، انا دول بيكلموا الناس اللي بتجري بسرعه. فحسيت انا عايزه اعمل ايفنت لينا. ده كانت بدايه الموضوع، انا عايزه اعمل ايفنت، بس انا ما بعرفش اعمل ايفنتس. حاولت اكلم ناس بتعمل ايفنتس ما تحمسوش. ظهر معايا حد دماغي يعني قعدت افكر بعد كده بدات كنت عايزه ادرس يعني ايه ستارت اب ويعني ايه، لان الشركه الاولانيه بتاعتي تراديشنال بزنس بروجكت بيزد، يعني ايجنت فندر لشركات خلاص. فكنت عايزه ادرس يعني ايه ستارت اب، يعني ايه بقى اللي بيطلع واللي بيحصل دلوقتي وكده. وقعدت ده 2000 وكام؟ وهو 2022 بدايه أوكي. 2022. انت خرجتي من الكورونا قلتي يلا نخش الحته دي. بالظبط. مع ان احنا كنا في كورونا الديجيتال بيشتغل عادي، صح. ما كناش واقعين يعني. بعديها وقعنا يعني. الديجيتال كان كويس قوي في كورونا، بعد الكورونا الناس كلها بدات تخاف بقى وتركز والفلوس تقل والديفالويشن يحصل والكلام ده. ففي 2022 ده كانت اول حد قعدت معاه كانت هي حتى تيك توكر يعني مشهوره اسمها ندى حلمي، وهي بتتكلم على البيزنس ستوريز، واعتقد انت عارفها يمكن فقعدت معاها حتى في البيت وندى اصغر مني بكتير بحوالي 15 سنه مثلا ولا حاجه، وفي بينا كومن فريندز. احنا دلوقتي بقينا اصحاب قوي بس ساعتها يعني لا. فالكومن فريند دي خدتني عندها البيت وقلت لها انت ليكي يعني كلام مع ندى نقدر نفهم منها يعني ايه. قالت لي طبعا نقدر، تعالي يلا. انا فاكره رحنا في رمضان وقعدت سهرت عندها لغايه الساعه 1 بالليل وانا بكتب وراها هو المفروض نعمل ايه، وقعدت احكي لها انا يعني عموما كنت بفهم يعني ايه ستارت اب. بعد كده قلت لها طب ولو انا عايزه اعمل فكره، وحكيت لها فكره التارجت اودينس ده. قالت لي والله هو مفيش حد قوي بيفكر بالشكل ده للكاتيجوري دي، فبس موضوع الايفنت ده يا عبير ده موضوع محدش هيعمل لك سبورت فيه قوي، وهيبقى وانس اعملي حاجه سكيلبل. قلت لها طيب ده شغلي ان انا اقدر اعمل بلاتفورم ده اصلا شغلنا في الديجيتال والسوفت بس هنا حسيتي ان المشكله مش محتاجه ايفنت، انت محتاجه شركه كامله صح؟ محتاجه شركه كامله. اوكي. بدات بقى ان هي تيجي فكره شركه. انا كان عندي استعداد ان انا اعمل ايفنت مع اي شركه بتعمل ايفنتس ونطلعه خلاص، يعني يبقى في حاجه واي حد ياخد الفكره ويكملها، ما عنديش مشكله يعني. يعني كان كل ما في موضوع ان ده بس بيربز عندي ان احنا يا جماعه تعالوا نهايلايت على الناس دي. بس لما بعد القعده دي لا طب واي نوت ان انا ابتدي افكر بقى اني اعملها فعلا بلاتفورم يبقى فيها كورسات، يبقى فيها كل الجورني اللي انا عايزه اعملها للستات بالشكل ده. والحقيقه يعني لا اخفيكم سرا ان من وقتها وانا حاسه ان ده البيربس بتاعي. هو انا يعني ربنا خلقني بقى وخلاني ما اشتغلش واقعد في البيت واقعد علشان الموضوع ده. فانا بدات احس ان هو يعني رحلتي كلها جت عشان ده مش عشان اشتغل حاجات تانية.
بس انت قعدتي الفترة دي شغالة في الشركتين صح؟ ما وقفتيش الشركة الأولانية. لا اوكي. بالظبط، شغالين بقى في شركتين بالظبط. اوكي. يعني انت اللي انا فاهمه من القصه ان انت ما اشتغلتيش موظفه تقريبا، لا ما لحقتش كتير. وده يعني لما بتشوفيه انت النهارده رحتي فتحتي اكتر من شركه بس ما خدتيش الفليفر بتاع الشركات. يعني احكي لنا على الحته دي، يعني حته بصراحه فيها وما جراءة. بشجعش حد يعملها على فكرة. يعني ما بشجعش حد احكي يعملها، لنا اكتر ان دي حته متعبة جدا جدا جدا. بص انا فعلا دي انا عمري ما خدت الفليفر بتاع الشركات لاني ابتديت متاخر. مم. فسن 31 ده مش اي حد. 31 خد بالك انا اشتغلت 31 اشتغلت مدرسه سنتين، اوكي. ف 33 بدات ادخل مجال الشركات. بس مدرسه برضه مش موظفه قوي. ومدرسه مش موظفه قوي. بس لا يعني بص كانت في مدرسه مالتي ناشونال لا انا قصدي ان انت بره مصر كان ليها سيستم شويه. لا طبعا في البوس بتاع الفصل يعني يعني ما بس كان في سيستم. بس بص لا كانت مرحله بالنسبه لي كانت مهمه. انا كنت بعيد جدا. كانت مرحله بتعلمني يعني ايه اكتب ايميل، ويعني ايه ابعت حاجات، ويعني ايه تايم لاين، ويعني ايه تايم مانجمنت، وان انا اظبط نفسي ازاي. كانت مرحله انتقاليه لطيفه. وعلى فكره باي ذا واي يعني انا اشتغلت شغلانات كتير. اصعب شغلانه اشتغلتها في حياتي هي التدريس بجد والله. دي اصعب شغلانه. لان انت عندك القسم بتاعك طفل. لا مش ده الطفل لطيف ومش دي القصه. انت عشان تدخل الكلاس ده انت فعلا بتبقى محضر حاجات كتير جدا والله مش متشافه. المدرسه دي فيزيكالي ومنتلي بتستهلك طبعا. ليه بقى؟ لان انت بتدرس طول ما انت واقف انت ما ينفعش تسرح، لان انت لو سرحت الدنيا هتروح في حته تانية. صح. فانت طول الوقت فوكس فتره طويله. وانا بعد كده لما اتعرفت على شخصيتي جوه عرفت ان انا من الشخصيات اللي ما بعرفش اركز فتره طويله. انا بهايبر فوكس بس واوقات صغيره. ولازم افصل. فده كان بالنسبه لي مرهق. انا اكتر شغلانه ما كنتش بحبها، مرهقه جدا بالنسبه لي جدا، وشايفه ان هي من اكتر الحاجات الاندر ريتد. انت بتقولي ان ما تنصحيش حد يعمل كده؟ لا ما انصحش حد انه يعمل كده ليه؟ لان ده محتاج مجهود كبير جدا. محتاج ان انت تدرس كتير قوي، محتاج ان انت تبقى تقعد مع منتورز كتير جدا، محتاج ان اليوم بتاعك يتضرب في 2 بجد. لان انت لو بتدخل في شركه وبتتعلم بتبقى ترس منها، بتتعلم حاجات كتير قوي. ولما يحصل دايفرستي واكتر من اندستري كمان او تشتغل في اكتر من حاجه ده بيبقى افضل باي فار. لكن النطاط دي انا كنت زي ما بتقول انا كنت بلحق بجري. وانا عندي شره اني كنت اجري. فعايزه اجري قوي قوي قوي. بس كانت الفكره فعلا ده مرهق ومش اي حد يستحمله ولا اي ظروف تنفع معاه. ايه البريشر؟ بتجري ليه؟ يعني غير انا عارف اللي هو قلبة العداد دي بريشر. يعني ده صح. انا صح. وانا يا جماعه بعد ما قلبت العداد في ال40 وهقلبه في ال50 جالي نفس البريشر ده اللي هو الحق اعمل اي حاجه ما عملتهاش. يعني ليه ما عملتهاش ويلا اعملها. دي شخصيه مع قلبة العداد بالظبط. I think هو يعني بس ولادي انا طول عمري حاطه قدامي ان ولادي يشوفوني يبقوا فخورين بيا. يعني طول عمري حاسه ان ايه يعني دايما لما يعني يفتكروني يشوفوني يبقوا فممكن برضو شره النجاح او شره مش هقولك النجاح، شره الريزلتس يعني الوصول الى الريزلتس، تحقيق الذات، تحقيق حاجه مش لازم ذات، تحقيق يعني توصل لنتيجه. انا سؤالي ده عشان النهارده والناس بتسمعنا هيكون في ستات ودخلوا في ال40 دخلوا في ال30 دخلوا في ال50 وانا عارف ان انت بارت اوف الاودينس بتاعك في الاعمار الكبيره، فهي بتكون في ناس بتفقد الشغف من ال25 سنه. كنت لسه اقول لك احنا معانا الاعمار كلها دلوقتي من اول ما بيتخرجوا وقعدت سنه ولا حاجه وما كنتش عارفه تعمل ايه. ده في فعلا بس في ناس بتفقد الشغف بدري. فالفكره هنا ان انت داخله تديهم ان يا جماعه اتس نيفر تو ليت وان انت تروح تقدر تتحرك. فاللي انا فاهمه انك بتهيئيهم للحته دي، للجزئيه بتاعت ان هو يبداوا يتحركوا. دي حقيقه. طب ما تشرحي لنا البروسيس بالظبط بتبقى ماشيه ازاي؟ هل في كورسز معينه، في دبلومه معينه؟ بص احنا بنحاول، ودي اصعب حاجه بقى في ممكن، ودي اللي احنا طول الوقت بنستراجل فيها، بنحاول نعمل 360 لكل اللي هي بتحتاجه. دايما بنقعد نعمل فوكس جروب عشان نعرف هي ايه محتاجه ايه.
اول حاجه احنا دايما بننصح بيها البنات والستات، ودي حاجه مش معروفه قوي في مصر، المنتورنج. احنا معروف الكوتشنج، اوكي. بس قصه المنتورنج دي جديده شويه في فرق ما بين الاثنين جدا جدا. ليه بقى؟ ما انا ده برضو اتعلمته طبعا، ده بعيد جدا عن كل المجالات اللي انا أيوة. فيها، بس جدا. الفرق بين الكوتشنج والمنتورنج ده مهم. الكوتشنج ما اقولكش اعمل كذا ما تعملش كذا، انا افضل معاك بقى وانت بتحب ايه وانت ايه، وناخد بقى سيشنز كتير which is great، لان انت في الاخر هو بيتعود بعد كتير قوي انك تمشي من غير كوتش، انت تبقى بتفهم نفسك. بس ده في الكارير عايز حد نفسه طويل، والتارجت اودينس بتاعي ده لا هو عايز يشوف نتيجه، لان هي اصلا فاقده الامل. فلما هتيجي تحضر سيشن واتنين وتدفع سيشن واتنين، وتلاقي ان الكوتش ده تلاقي العمر بيجري تاني. هتلاقي ده انا بستنزف ولسه مش عارفه. وفي اللي بيبقوا عارفين، لان هو بيعتمد برضو، ماشي النقطه دي مهمه جدا والله، لان هي دي مهمه عموما للناس. هتلاقي ان ايه، انا عماله ادفع والعمر بيجري وانا مش فاهمه انا بوصل لايه، لانه بيعتمد على نسبه الوعي برضو. انا واعيه بنفسي ولا لا؟ انا واعيه ايه اللي انا شاطره فيه، لان هو الكوتش بيحاول يلاقي جواك وجواكي انت شاطره في ايه وتنفع تكملي، ومش شاطره في ايه وما ينفعش تكملي، بس تكتشفيه انت بنفسك. فهو بيجايد. لا مش بيجايد، هو بيخليك انت تعرف. اللي بيجايد، اللي المفروض جايدنس، ده المفروض منتورنج. اوكي. المنتورنج انا المفروض بيسال اسئله واضحه، فبيقول لك انت عندك قوه في 1 2 3، انا ارشح لك شغلانه 1 2 3 4 5 6 مثلا. هو الكوتش بيساعدك ان انت تلاقي نفسك. بالظبط. مش هو اللي يلاقيها لك. مش هو، لا. المنتورنج زي ما احنا في الستارت ابس يبقى انا عندي منتور طول الوقت، منتورز طول الوقت، بروح اقول له والله انا عندي البي ان ال بايظه مثلا انا عندي الكورسات الكومبليشن ريت مثلا، الناس بتتفرج مشكله حقيقيه انا شايفاها، وعندي مشكله، المشكله دي في انا واقعه ما حققتش تارجت ما وات ايفر. فالمنتور بيجي يقول لي طب تعالي بس نبص على البرو هنا، روحي اديني تاسكات، اعملي 1 2 3 علشان تحسني ده. بيبقى حد عنده اكسبيرينس في نفس المجال اكبر منك، مشي الطريق قبلك، فيجي يقول لك ايه انت المفروض تعمل كذا. فالمنتورنج ده اللي بيعمله برضو الناس اللي عندها وعي وبتشتغل وبقالها يعني ما فيش حد هتلاقيه ناجح اصلا ما عندوش منتور. عملها بتسال اللي قبل عملتها ازاي، ده منتورنج. سواء بقى حبي بفلوس، قاعده على قهوه، كوبايتين شاي، وات ايفر، بس هو منتورنج. صح. فاحنا الاول كنا بنعمل كارير كوتشنج وبنعمله لغايه دلوقتي، بس لو الحد ده حد طلب كوتش، لكن احنا عاده بنعمل كارير منتورنج. اوكي. اللي هو انت كذا عشان نلحقها بسرعه. هي دي الحته اللي انت بتقوليها يعني، وانا شايف ان هو ده السلوجن اللي هو العمر بيجري. وفكره ان انا شخصيا البرسبشن بتاعي عن الحاجات اللي فيها كوتشنج ومنتورنج وكده، ان هي حاجات طويله الامد بتاخد وقت كتير والريزلتس بتتاخر. الكوتشنج طويل الامد، المنتورنج المفروض مش طويل. بس انت الكورس بتاعك عامه مش طويل. ده مش كورس. دي سيشن. اوكي. سيشن وان تايم بتبقى 1 او عايز تكرر يعني. أوكي. بس عاده بتبقى 1. يعني لو عملتي ليستنج للسيرفيسز والبرودكتس اللي عندكم. اول حاجه كارير منتورنج. تاني حاجه عاملين بقى اكتر، احنا حاليا عندنا حوالي 65 بروجرام باسم الوظيفه. يعني عايز تشتغل سيلز، عايزه تشتغل مدرسه، عايزه تشتغل تفهم اي فاندمنتالز، خلاص عايز ترجع تشتغل. خليني هاخد خطوه لورا. فانا النهارده واحده ست ولقيت نفسي داخل بكبر في السن، ففجاه عايز الحق الدنيا، فقررت ان انا اجيلكم في الاول، فانتوا عملتوا لي منتورنج وكوتشنج. وبعدين من المنتورنج والكوتشنج ده اكتشفنا مع بعض انا المفروض اشتغل ايه، ان انا عايز ابقى في السيلز. اوكي. فبنتقل بقى للرحله اللي قدامنا 3 حاجات يعني 3 سمبلي كده. قدامنا 3 مين تراكس. تشتغلي فريلانسر، يا تفتحي بزنس او تبي انتربرنور، يا باك تو ورك او يعني تبي في امبلوي تبي يعني تقدمي في امبلوير. فعندنا بقى تراك الفريلانسنج
وازاي تبقي فريلانسنج. ما بعلمهاش تكنيكاليتي، ما بعلمهاش ديفلوبمنت مثلا، ده كورسات تانية. لكن بعلمها انت لو عايزه تبقي فريلانسر المفروض تعملي 1 2 3 دي الدوكيومنتس، دي الحاجات اللي تبقى معاكي، ازاي تكتبي كونتراكت، الحاجات دي. طيب انا عايزه ابقى انتربرنور، عقليه الانتربرنور باي شكل بقى، سواء هو ستارت اب او هتعمل حاجات في البيت وتعملها بايديها وتبيعها، يعني عقليه ان هي تبقى بزنس اونر. دي تاني حاجه. تالت حاجه ان هي تبقى باك تو ورك او ان هي تبقى امبلوي. دي بديها سوفت سكيلز كتيره جدا، وبعديها بعديها بنبتدي نتخصص accordingly هي حست ان هي هتشتغل في ايه، او بتاخد منتورنج تاني and so on. طب وبتساعده بعد كده وبعدين بقى عندنا تالت برودكت عندنا طبعا جوب ماتشنج. اوكي طبعا. ورابع برودكت عندنا بنعمل صامت امبلويمنت فيرز، بيبقى مينلي امبلويمنت. اعتقد كانت معموله قريب صح؟ كان في شهر 5 بالظبط، كان يوم بالظبط كان يوم 10/5. بنعمل ايفنت تاني صغير اسمه منتورنج فور تشينج، يعني ايفنت عباره عن طيب تعالوا ننشر وعي، ننشر ثقافه المنتورنج، 1 to 1 1 to many workshops، يعني حاجات كتير بحيث ان احنا ننشر وعي يعني ايه منتورنج. وده انا عملته مره واحده وان شاء الله هنكرره تاني ان شاء الله. ان شاء الله. لما اسستي الشركه كان شارك تانك موجود في مصر ولا كان لسه؟ كان شارك تانك كان سيزون 1 بدأ، بس ما كنتش حتى يعني اتفرج، كان ولادي اللي بيتفرجوا عليه. اوكي. فما كنت يعني كنت عارفه طبعا هو اي اهتمام خالص ليه؟ لا كان تمام طبعا، وحاجه يا ده عظيم قوي، يا الله دي بقى للشركات الناجحه وكده، واحنا كنا لسه يا دوب بنبدا يعني أوكي. بس طبعا. طب امتى حسيتي ايه ده انا عايزه اقدم في شارك تانك؟ لا هو انا ما حسيتش كده خالص، هم شارك تانك اكشولي هم اللي بعتوا لنا. هم اللي شايف احنا قاعدين مع ناس شارك تانك اللي انت هم اكشولي هم بيلاقوا الفرص، كان سبيشالي في الاول احنا سيزون 2، فهم بيلاقوا كان بيبقوا عايزين الفرص اللي مش متكرره والحاجات اللي ليها، وده كان من حسن حظنا جدا 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 يعني بصراحه. احنا لقينا ان شارك تانك بعت لنا على الفيسبوك بيج بتاعتنا وقالوا لنا احنا عايزينكم تقدموا. اوكي. قعدنا نفكر هنقدم ايه، ده احنا لسه ما عملناش ريفينيو، احنا كنا لسه في الاول بجد يعني ريفينيو قليل جدا، ولسه بنبيلد البلاتفورم. يعني ده كان في سنه احنا اسسنا الشركه في شهر 12 2022، ودخلنا انكيوبيشن تبع ادفنتشرز بتاع 5 شهور، وبعدين طلعنا منها بدأنا بقى نأسس الشركة، نأسس البلاتفورم، نصور الكورسات، الحاجات دي بتاخد وقت رهيب. ادفنتشر ساعتها كانوا عملوا انفستمنت؟ لا مش انفستمنت، الانكيوبيشن بتكون سبورت ومنتورنج وحاجات كده، جرانت مبلغ صغير جدا يعني. كانت تبع أكاديمية البحث العلمي، فدي بتبقى حاجة كده اللي هو يعني تعرفك أصلا يعني الطريق بس. اوكي. وبعدين احنا بقى بدأنا نعمل يعني البلاتفورم ونشتغل، فهم بعتوا لنا في شهر 4 انا فاكره، وكان لسه كان رمضان يعني، كان لسه قالوا لنا لا بس احنا عايزينكم بس تقدموا. معلش الحته دي اول ما شفتي ان المسج جاي لك شارك تانك، ما تخيلتيش ان ده ممكن يكون فيك اكاونت من شارك تانك؟ لا هي كانت خضة يعني، كانت بروديوسر، كانت بنت يعني، كان اكاونت بنت اوكي بتقول انا بروديوسر في شارك تانك وانا يعني موكله. صدقتوها عادي؟ شفنا الاكاونت تمام، اصل احنا هنقدم على شارك تانك نفسه. اوكي فتمام، فيعني سعاده مفرطه طبعا. طبعا ايه ده، تحس كده اللي هو ايه. بصوا بصراحه هو ده بيحصل لنا في ممكن كتير جدا، تلاقي الدنيا خربانه في حاجات وتلاقي حاجه كده جايه لك بس من عند ربنا كده. اللي هو ايه، كملي بس، زقي بس يعني، لغايه النهارده يعني احنا ماشيين في الرحله بقول لك بس يعني زقي بس. احنا كمان نطلع شارك تانك ده هنعمل ايه، ده اللي طالعين دول محققين ملايين الملايين وحوش. فالمهم ان احنا فضلنا قدمنا وما كناش جاهزين نصور، كانوا هم عاملين يصوروا. قدمنا يعني ايه؟ عملنا ابلكيشن، هي في ابلكيشن اوكي تملاها وبتحضر فيها الفالويشن بتاع قيمه الشركه. طبعا احنا كتبنا في الاول بس مش محتاجه تعملي البيتش بتاعك ولا حاجه لسه. اوكي. لسه خالص. بتقدم وبعدين بتبقى شورت ليستد المفروض، يعني انت بتقدم وبعد ما بتقدم احنا الحمد لله كان حظنا حلو ان هي كانت دايما متابعه معانا، قالت لي لا بس الفيديو مش عاجبني، صوري فيديو تاني. كنا مصورين فيديو انا وماي بارتنر، قالت لا خلي واحده صوري حد بس اللي يصور واحد. لا يعني معلش، انت بتملى فورم تكست عادي وبتطلب منك تعملي فيديو، وجوه الفورم بتابلود فيديو. اوكي.
وبتابلود بيتش ديك وبتابلود الفالويشن بتاعتك كل أوكي. الكلام ده. وبعدين هما بيشوفوا وبعد كده بيتواصلوا معاك، والله الفيديو طب صوري لنا كده حاجه تانية، لان هما مهم قوي عندهم برضو كشارك تانك برنامج مهم ان الناس اللي تطلع تعرف تتكلم بس معلش ده عشان هم عايزينكم، عشان هما عايزين. بس لو حد صراحة رفع فيديو مش حلو آه. بيبقى ديسكواليفايد، صح كده؟ لا ودلوقتي بصراحه الامور بقت اصعب باي فار، لان دلوقتي بقوا شارك تانك مشهورين بقى أكتر. مشهور جدا، والدنيا بقت اشهر معروفه جدا، وما بقاش بياخدوا كمان شركات في الايرلي ستيج، بقوا شركه تكون ويل استابليشد وبقى لها شويه وعامله ريفينيو وحققت نجاح وعملت تراكشن. فاحنا كنا عاملين تراكشن حلو قوي بس ما كناش عاملين ريفينيو كويس. ده طبيعي في الاول. بالظبط. ف بدأنا يعني قعدنا بقى معاهم بقى، دي كانت بقى الرحله ان هو طب تحضير. صوري الفيديو تاني. طيب دخلنا بقى بعد كده بندخل ميتنج معاهم يكلمونا في كل الارقام. احنا طبعا حاطين ارقام فالويشن كده مبدئيا. اللي بيكلموك في الارقام مش الشاركس. لا مش الشاركس خالص. هو اصلا من القواعد شارك تانك انك ما تشوفش اللي بيحصل ده قبل كده. طبعا هو في شويه قواعد كده ان الشاركس وحتى لو في ناس، كان في ناس من الناس اللي طلعوا كانوا يعرفوا الشاركس معرفه شخصيه، يعني يشتغلوا معاهم وعندهم حاجه فجأة جوه ما ينفعش يقول. وده من يعني ما ينفعش تقول، وما ينفعش تقول لحد على فكره، ما ينفعش تانونس على السوشيال ميديا. وحتى لما تصور الحلقه ما ينفعش تقول. يعني احنا كنا صورنا الحلقه يوم 31 يوم 8/12 2023. الحلقه اتذاعت 31 يناير 2024، يعني almost شهرين. اوكي. كل الفتره دي احنا بقى بدانا، كنا ساعتها نقابل الشاركس وبدا يحصل الديو ديليجنس والكلام ده، واحنا مش بنقول لاي حد، ما ينفعش نقول، ما ينفعش ناناونس ولا نظهر اي صوره ونكتب اي حاجه. دي من الحاجات اللي بنكتبها في العقد بيننا وبين شارك تانك كبرنامج، عشان يبقى ليهم طبعا الاسبقيه والحضور والكلام ده. ومن الحاجات زي ما بقول لك ان انت ما ينفعش تقول للشاركس قبلها، او لو تعرف توصل لهم باي طريقه ما ينفعش. الفالويشن بتاعك الفلوس اللي بتقولها، مثلا قلت 3 مليون قدام 10%، ال 3 مليون ما ينفعش يقلوا، ما ينفعش يقول لك لا انا هديك 1.5 مليون، ممكن يديك اكتر. البرسنتج بنلعب فيها براحتنا. الشارك فالرقم اللي انت بتقوليه ما ينفعش يقل. اوكي، فانت لازم تاخدي بالك هتقولي ايه. مهم جدا. عشان كده انا بقول لك بقى الفالويشن اللي احنا حطيناها اتغيرت 100 مره. احنا لسه في الاول خالص مش عارفين نعمل فالويشن 100 مره. في حد ساعدك في الفالويشن كتير. احنا بقى يعني بقول لك احنا قعدنا كذا مره كذا قعده، ويلا يا جماعه تصوروا، لا احنا مش جاهزين، طب نعمل سكريبت. بيساعدونا ان احنا نعمل سكريبت. هتقولوا ايه؟ بيقولوا لنا طبعا ان انتوا المفروض تقولوا 5 دقايق في الاول، لو عديتوا ال5 دقايق اكتر ولا 3 دقايق والله مش فاكره ساعتها، هي 3 دي 5 دقايق حاجه كده، ولو عديتوهم الشاركس هيبتدوا يزهقوا ويقطعوكم. فهم انتوا معاكي اولموست مش عارفه هي 3 5 دقايق 5 دقايق. اوكي. طب معلش انت يعني بعد ما عملتي الفورم وبعتي الفيديو قالوا لك تمام؟ تمام. اوكي تعالي بقى يلا بقى عشان نجهز للتصوير. طب يا جماعه نجهز ايه؟ اكتبوا سكريبت وهنقابلكم اونلاين. هم بيقابلونا اونلاين. اوكي. فيعني البرنامج بتاع شارك تانك والناس اللي معايا والناس اللي بتساعد اللي هو الاعداد. فبنتقابلوا اونلاين. اكتبوا سكريبت هتقولوا ايه. فكتبنا سكريبت. طبعا السكريبت ده اتغير 100 مره اكيد. فسكريبت وهم بيناقشونا دي اول طلعه. طيب يا جماعه لا وحش اللي انتوا عاملينه ده، يعني في بوتنشال بس وحش، هنعمل بقى مره كمان. طيب عملنا مره كمان، يبتدوا المره اللي بعدها ياكتوا از شاركس هم ريهرسل ويبتدوا يسالوك هو انت ليه حاطط الفالويشن، طب ايه الاوبشنز. بصراحه علمونا انك لازم يبقى، يعني انا فاكره كويس قوي كان حد من الاعداد بيقول يمكن خالد مش فاكره، بس يعني كان بيقول لازم يبقى في جيبك طول الوقت في حلول اخرى. اداه للتفاوض. بالظبط. يعني انت عارف الكلمه اللي هتقولها هيبقى في اداء، فانت لازم تبقى عارف بادئ بحاجه وهتوصل لحاجه، ويمكن يبقى هم يوافقوا على طول. وحاجات بقى كتيره بقى جولدن رايتس على حاجات كتير اتعلمناها. اللي هي بيسموها النيجوشيشن كاردز. بالظبط. كل ده كان خلال الشهور. بعد كده بيعملوا لنا زي اورينتيشن في مكان من اماكن السبونسرز، بيجمعونا كلنا ويشرحوا لنا بقى، يعملوا لنا برزنتيشن قويه جدا ويجمعونا ويقعدونا مع البروديوسر بتاعنا برضو نعمل ريهرسل كلنا. دي اللي هي
كل الشركات كل الشركات سوري مم. اللي هتقدم في السيزون ده. اوكي. وبعدين بنمشي، وبعدين يجي يقولوا لنا اكتبوا لنا بقى الفاينل سكريبت مش والفاينل فالويشن. ما زهقتيش يا عبير من كل احنا شويه؟ قعدنا 8 شهور. 8 شهور. قعدنا 8 شهور. انت ورضوى صح؟ انا ورضو قعدنا شركتك. 8 شهور أوكي. بنحضر بالظبط يعني انت من ساعه ما بعتولك المسج على الفيسبوك على الفيسبوك 8 لغايه شهور. 8 شهور. 8 شهور. وفي أوكي. الفتره دي بقى بدانا ايه، يلا نصور. يقولوا لنا ايه، طب هنصور وهنصور معاكم قبل الحلقه وبعد طيب كلام كتير جدا كل يوم بيبقى فيك، وعملوا جروب وبنقعد لا تحضيرات كتير جدا. سبيشالي كانت في الاول، اعتقد دلوقتي هم عندهم موضوع سيستماتيك يمكن اكتر. بعد كده بدات انا بقى نذاكر كويس قوي كل الحلقات، كل اللي اتصور في سيزون 1، وكان في حاجات بدات تتصور في سيزون 2. بدانا نركز نذاكر كويس جدا كل واحد قال ايه وايه الاوفرز واتعرضت ازاي. بدانا نذاكر الشاركس كمان، كل واحد مهتم بايه. بدانا دي انت والبارتنر بتاعك. وانا والبارتنر. وبدات بقى ان انا اشوف منتور ليا كمان في الحته دي. اوكي. مين بقى؟ كانت ساعتها برضو ندى حلمي، كانت من اول الناس اللي ظهرت على التيك توك بتانالايز شارك تانك، تعمل له اناليسيس قوي بكل الشاركس وكل واحد شركته ايه، لان هم دلوقتي معروفين جدا، بس هم وقتها ما كانوش عارفين صح. مين ايمن عباس، مين محمد فاروق انصار. وكانت بقى السيزون 2 كان بدا يظهر فيه دينا غبور واحمد طارق، فبدانا برضو نعرف مين دول وانترستد بايه. يعني هو كل واحد، يعني انت هتلاقي فعلا ان حاجات الاكل مثلا بتستهوي جدا، وحاجات الكوزماتكس وكده بتستهوي جدا ايمن عباس. محمد فاروق عاده مش بينفست في حاجات شبه الحاجات اللي عنده، مع الناس بتفتكر العكس، بس مش بينفست في الحاجات. هو المنطق بيقول ان انا اروح لواحد في نفس الاندستري يشاركني، بس دي ملحوظه مهمه جدا. صح؟ لا مش بينفست في ده. بينفست قوي في الليرنينج والاديوكيشن، بينفست قوي في حاجات التك. فهو انت لازم تبقى دارس بقى وفاهم وداخل ومغوط وبجد. من الحلقات الغريبه اللي كنت بشوفها لما يكون في حد عنده شركه اكل، الناس بتاكل بنهم هم بيكونوا مجوعينهم. ايوه احنا بنقعد نصور. احنا يوم اظن اسهل حاجه لطريق شارك تانك بطنهم انك تعمل اكل حلو فتروح فيدوه فيقولوا حلو. كان في مجموعه كده محتاجه بيتش، لان هم دلوقتي انفستد في متهيألي في حاجات اكل كتير قوي. يعني عملوا اللي هو بتاع الفراخ ده اللي هو في التجمع. بص انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك اصل هم ايه. احنا بنصور مثلا، كان يوم تصويرنا 8/12 ده، احنا كان ميعادنا الساعه 12 الظهر خلاص. كان في ناس بتصور قبلنا اليوم ده. هم بداوا تقريبا تصوير الساعه 10، احنا مروحين الساعه 9 بالليل، وهم كانوا لسه مكملين. كان في ناس لسه بتصور بعدين. اوكي. يعني غالبا بيقعدوا 12 ساعه، غالبا هو بيقعدوا يصوروا. رحت 12 الظهر مش 9 بالليل. ليه؟ عقبال ما دخلت. اوكي. بس بيقعدوا اليوم كله بيصوروا، قاعدين في المكان. اوكي. هو بيصوروا تقريبا السيزون كله في يوم او يومين؟ لا بيصوروا في اليوم اولموست من 7 ل 8 حلقات. يعني حلقتين. يعني هي الحلقه بتبقى 3 فبيصوروا تقريبا حلقتين ونص. اوكي. او 3 ماكسيموم. 9 حلقات، 9 مثلا شركات يتقسموا على 3 حلقات. طب انا عايز ارجع حته ورا كده. شور. انت جاتلك المسج على الفيسبوك ان احنا عايزينكم تطلعوا في شارك تانك، هل انت اصلا كنت بتسكاوت بتدوري على انفستور؟ يعني ايه اللي خلاكي تريسبوندي؟ هل هو الانفستمنت ولا هل هو الاكسبوجر؟ يعني بوث طبعا. احنا اول ما بنبتدي كنا، يعني اول ما بتبتدي كلمه ستارت اب بتبقى طول الوقت عينك على انفستور هيجي يدخل معاك، ولكن بتبقى انت شايف نفسك قد ايه انت سكسي للانفستور. يعني انت هتبقى قد ايه اتراكتيف للانفستور ولا لا. كان في ساعتها موضوع شارك تانك ده، هو كان لا طبعا فرصه لا ما تترفضش. يعني ما ينفعش ان احنا نرفض، دي حاجه عظيمه. بس قد ما هي حاجه عظيمه، قد ما هي طبعا انا بتكلم دلوقتي وانا قاعده، قد ما هي مرعبه. لان هي مش عارفه اقولها لك. يعني هي يتعيشك يتحيك يعني بجد. لان هو انت لو طلعت ورفض وهم مثلا قالوا كلمه، ممكن ما يدوكش ديل بس ممكن يكون بس ممكن يتقال كلمه ان الموديل بتاعك ده اصلا غلط، او you are not enough الارض، او يطلعك فوق السماء بالظبط، او you are not enough، او انت مش شاطر، او يعني انت ككاركتر
ما عجبتهمش او حصلت كلاش، وده حصل، طبعا حصل. ده حصل. فبيبقى بقى في ناس طبعا بتقعد تبني عليه ومش عارفه ايه، وفي بس مش هو ده ولا شخصيتي اللي كنت فطبعا قد ما انت قاعد قدام بيزنس مان، اشهر بيزنس مان في مصر، صح. فهم لو شكروا في البرودكت بتاعك انت كده عديت. ايوه شكروا بقى واداك ديل، والديل تم، الديل ما تمش، حصل، ده قصه عديت. صح. لكن حصلت كلاش في الحلقه، ما عجبتهمش، ما اشتروش، ما حسوا كده ان انت في تبعيات بقى اللي حصل ده. انت كده بتوقع الستارت اب او البرودكت بتاعك. طب عبير بامانه يعني كم مره قعدتي قدام المرايه تتمرني؟ يا نهار ابيض، لا كتير جدا، ولا 50 60 100 مره. وكانوا يخشوا عليكي ولادك بقى؟ ده لسه ده انا هقول لك، احنا بعد كده قعدنا نكتب السكريبت، وبعدين نحفظه واقسمه بيني وبين رضوى ماي بارتنر، وبعدين نصوره فيديو ونبعته لهم، وبعدين ازود تاني ونفضل نزود، بس لازم في 5 minutes، وبعد كده شويه اقعد اقول لها هنزود ارقام، وبعدين هو في السكريبت في رولز كده، المفروض اول ما تدخل تقول اسم الشركه وطالب كام، صح. وبعدين تقول حاجات تانية. باخد بالي من الحته دي. هو في ناس بتطلع بره السكريبت ده، بره الرول دي، بس ده رول شارك تانك، انك تدخل تقول احنا كذا طالبين كذا، واحنا بقى كذا كذا كذا، كل واحد بقى يلعب في الحته بتاعه الهوك الاولانيه دي بطريقته. في ناس بتبقى ستريت فورورد وتلعب. احنا حاولنا ان احنا نقول ساعتها احنا هنحكي لكم قصه، احنا ممكن فور هير، بس احنا هنحكي لكم وطالبين كذا، بس احنا هنحكي لكم قصه 1 2، يعني قبل بقى ما نعرف الشركه بتعمل ايه، هنحكي لكم قصه 2 بنات، واحده اسمها عبير وواحده اسمها رضوى، وما عرفناش نفسنا، بس احنا قلنا واحده اسمها عبير وواحده اسمها رضوى. رضوى كانت بتشتغل طول الوقت، عبير قعدت ما تشتغلش لغايه سنه 31 سنه، رضوى حققت ان هي وصلت ان هي بقت مانجينج دايركتور ومديره شركات. عبير وصلت برضو ان هي بقت بزنس ديفلوبمنت دايركتور مع انها بدات وهي عندها 31 سنه. رضوى شايفه انها ان ده كان اللي حواليها كلهم شايفين ان سبب ان هي كملت ده كان سر نجاحها. عبير كانت شايفه ان ممكن الواحد يوصل في اي وقت، ومن هنا جت فكره ان احنا نعمل دي كانت المقدمه. دي كانت المقدمه بتاعتنا. فهو بتقعد بقى بصراحه لازم تبذل مجهود، يعني اللي يدخل شركه بصراحه لازم يبذل يعني مجهود. يعني لو انا قاعد بيها الوقت بتقولي 8 شهور وتقعد مع ناس كتير وتحدد الفالويشن وتقرر تاني، وتبقى عارف انت هتتنازل عن قد ايه من الشركه، ومش هترضى بقد ايه، وتبقى فعلا جاهز بكله جاهز، حتى بطريقه لبسك على فكره، وشكلك داخل ازاي، لان دي نقطه مهمه جدا. وزي ما بقول لك انا لو وقت قعدت تاني هعمل حاجات اكتر، يعني لان you have to be انك very ready بجد. جت اتشالت من المونتاج؟ لا احنا عندنا في الحلقه بتاعتنا لا خالص. بس في حلقات احنا حلقتنا كانت سهله، يعني الجزء بتاعنا الحمد لله كنا كل موضوع ربع ساعه تلت ساعه وخلصنا فعلا، نص ساعه بكتير، والدنيا كانت زي الفل. لا مفيش اي حاجه اتشالت، بس في ناس طبعا اتشال. يعني كان بيبقى في نيجوشيشن كتير قوي، احنا لا خالص. اوكي. انا حابب اركز على الاودينس بتوعك، يعني انا اللي انا فاهمه ان هم ستات. يس. فالرجاله الغلابه ما ينفعش يبقى مش ده التارجت اودينس بتاعك. يعني المفروض ان الراجل ما يكونش بيشتغلش. لا في ناس بتيجي لمرحله ما نتيجه، ما هو خلي بالك الظروف دي ممكن ان واحد فقد شغله. اوكي. صحيح. ممكن واحد مثلا كان موظف وبعدين راح فتح شركه والشركه ما توفقتش، جه يرجع تاني سوق العمل ما مش عارف يعمل ايه، هو بقاله 10 سنين عنده شركه. هو واقف عليا يعني هيلاقي حتة تانية بتكلم. لا مش قصدي، لا سيبك من يعني. لا سيبك، مش ده الهدف. يعني عايز اقول ان التارجت اودينس بتاعك هم الستات اللي هم حسوا ان هم العمر بيجري left behind، فانت النهارده بتحاولي تديهم امل وتقولي لهم لا you're not left behind، انت العمر بيجري، بس انت ممكن تبدا من 31 41 في الحته دي. يس. وقال وزي ما بقول لك احنا عندنا تارجت اودينس كبير في العشرينات. في ستات النهارده قاعدين بيتفرجوا علينا ان شاء الله، يعني الحلقه تكسر الدنيا، وهم عايزين النهارده وهم بيسمعوا الحلقه دي وبيعملوا اي حاجه للولاد او للبيت او لنفسهم، يخش على ممكن في هير هيلاقي حاجه فيبدا يابلاي. فيعني هم هيبعتوا ويقدروا يعملوا اكونت لنفسهم. والله الكلمه اللي انت قلتها دي عظيمه قوي. يا سلام لو فعلا الست طول ما هي قاعده بتشتغل في البيت وبتعمل حاجات للولاد تبقى مشغله جنبها كورس. والله يعني مش عندنا اوكي مش من عندنا، من على اي حته. ده
دراماتيكلي بيأثر على الثقافه وعلى الدماغ. تسمع حاجه مفيده، تسمع البودكاست بتاعكم مثلا بجد يعني تسمع حاجه يعني تسمع حاجه، لان انا احيانا ببقى كتير جدا وانا سايقه لما بسمع حاجه، احيانا اسمع مثلا تلخيص كتاب او اسمع بودكاست بجد حلو، بجد الدماغ بتفرق، بتنور. يعني كده عارف اللي هو باترفلاي افكت كده. لا اراديا في حاجات بتخش بالظبط. صح. هي هتعمل ايه؟ هتدخل على ممكن فور هير، هتعمل اكاونت، هتعمل لها اشتراك، واحنا عندنا الاسعار يعني very يعني حاجه كده لا خالص يعني اقل من 8 كوبايات قهوه يعني. فاللي هو تقدر تفتح وتشتغل بشوف يعني ان بيبقى في جزء منها، مش عايز اقول تربيه، بس السوسايتي الكوميونتي اللي بيبقى حوالين الست او الراجل من اول هم صغيرين. الست ملهاش غير بيت جوزها، انت هتخشي كليه علميه ليه، هتطلعي ايه في الاخر، الحاجات اللي هي انا عندي بنات، فانا يعني انا اجريسيف في الحته دي. انا اجريسيف اب تو ان انا عملت مشكله قريب، ان انا حطيت لقيت بنتي، كنا رايحين نعمل مشوار مع بعض، فلقيت بنتي ماشيه ورايا، بنتي كبيره، بنتي يعني في الجامعه، فلا اراديا انا المنظر ده بيضايقني، ان هو مثلا تبقى الراجل ماشي قدام والست مراته ماشيه ورا وشايله الواد. انا عندي مشكله نفسيه في الحته دي يعني. كويس والله ان انت عندك الحمد لله. كويس ان في ناس يعني لا انا ما اعرفش طبعا، هي بنتي ما ادركتش ايه اللي بيحصل، بس انا واقفه في وسط الشارع وقلت لها انا بنتي ما تمشيش ورا حد، لا ابوها ولا اخوها ولا جوزها، بنتي ما تمشيش ورا حد، يا جنبه هتخليني اعيط يا طب، لا جنبه يا قدامه، ما تمشيش وراه. ليه؟ لان هي زيه تمشي جنبه. مش بس بص سيبك، انا لا اطالب بالمساواه نهائيا، يعني انا من الناس اللي لا اطالب بالمساواه، لكن اطالب بالعدل وبالرحمه. هو انا دلوقتي الست دي لما يبقى في حياتها راجل، سواء بقى اخ او زوج او اب، مش المفروض ان هو يبقى في ظهرها لما ويبقى بيحميها ويبقى سندها فهو ازاي تمشي وراه فعلا يعني هي تمشي وراه بالنسبه لي، غير ان هي ماشيه ورا فهم اكيد ما بيتكلموش بعض، يعني قصدي الموضوع هيكبر بره. يعني الناس طبعا جت ما كانتش مبسوطه من انا كتبته، افتكروني ان انا راجل نسويه ومش نسويه. لا مش كده. الفكره فين؟ ان احنا لو وصلنا لمرحله ان هي ماشيه ورا، صحيح، فهم ديفنتلي مش ماسكين ايدين بعض، هم ديفنتلي مش بيكلموا بعض، ديفنتلي لما هيقعدوا على اي ترابيزه صحيح هيبقى كل واحد ماسك تليفونه وباصص في الهواء يعني. فلا اراديا وقفتها، قلت لها بنتي ما تمشيش ورا حد، صحيح، يا تمشي جنبه يا تمشي قدامه، ده المنطق لو عايز يحميها من اي حاجه يعني بالظبط. او يعني تمشي جنبه. فاللي عايز اقوله، الناس اللي هتسمعنا دلوقتي هم left behind، وهم عايزين يطلعوا من البودكاست ده يعملوا عزل عن كل الكلام السلبي اللي هم من هم صغيرين طالعين بيسمعوه، ويحسوا ان هم يعني انا برضو مش عايز انا والله هنعكعك الدنيا، انا هنعمل مشاكل في الحلقه دي، بس انا هعمل لك مشكله دلوقتي، بس انا هحكي لك وهرد عليك بمشكله دلوقتي. طب يا جماعه السلام عليكم. في اهالي، انا عندي كده نظريه اسمها نظريه البنت الحلوه، او عقده البنت الحلوه، او عقده البنت الناجحه. في اهالي بيبقى شايله هم ان بنتها حلوه او بنتها ناجحه جدا، بيبقوا بيتمنوا اليوم اللي بنتهم تكون مش حلوه لاي سبب، او تكون مش ناجحه. ليه؟ ياه مشاكلها قلت. صحيح. وفي اهالي بتخلق بيئه معينه صحيح للاسف عشان تكنترول، يعني شرينكج، علشان تقدري تماتشي عدد اكبر من الرجاله وتتحكمي فيهم، يعني الاهالي تتحكم في عيالها عن طريق ان هي تحدد قدراتها. اللي انت بتعمليه بقى ريفولوشنري. والحقيقه انت بتيجي تقولي يا جماعه لا انت سيبك من القصه دي، ما تاخرتش كمل. فانا هديك الميكروفون عشان ايه ما الحلقه ما تبص بعد كده. بص انا اولا بنكلم البنات والستات اللي ما بيحب، انا بحب اكلم البنات والستات اللي مش عايشين دور الضحيه. خلاص انت لو عايش دور الضحيه ما تجيش بقى مع عندنا بصراحه. اوكي خلاص ده مبدئيا، ده جانب سايكولوجي كتير يعني، هم مش ذنبهم يعني، هم برضو تعرضوا للحاجات دي وصلوا للمرحله دي. كلنا victims of victims بس المهم يعني ان انا ما اعيش دور الضحيه واقول ايه واستسلم. وان هو ده يعني انا كويسه بس الظروف ومش عارف ايه. او لا والله اصل انا مش هعرف لاني انا معيش لابتوب، اصل انا مش هعرف عشان انا ما ننكدش على بعض يا جماعه. اصل انا مش هعرف عشان اصل انتي مش عارفه قال لي بابايا قال لي ايه ومامتي. يا ستي خلاص معلش من كل والله العظيم يعني يلا نعدي المرحله دي. يلا نحكي لبعض مقاسي. فمبدئيا انا دايما
اللي بشوفها انا في حياتي، اللي بشوفها عايشه دور الضحيه دي، انا ما بضيعش وقتي معاها على كل الليفلز، على فكره ليفل الصحاب وليفل الناس انا ما بقى يعني اوكي مش هخليك شريره عبير انت كده. جدا في اللقطه دي. وانا في نفسي في نفس القصه، انا ما بحبش انا اعيش دور الضحيه خالص. اوكي وده يمكن عندي اكستريم، انا بحب ان انا كمان ما بحبش اصعب على حد. اوكي يعني انا مش شايفه ان ده الصح، يعني انا عندي ربنا اشتكي له، فمش شايفه ان صح ان انا اصعب على حد خلاص. فدي ايه، لان احنا عايشين فتره زمنيه، العمر بيجري والعمر بيجري، بس احنا عايشين فتره زمنيه ربنا جابنا في الدنيا، مش هي دي الحياه، حياتنا ان شاء الله في الاخره. احنا عايشين فتره زمنيه، هتضيعي في الناس؟ انا ما باليد حيله. احنا جايين نعمر الارض، احنا جايين نعمر الارض وجايين نغير، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واحنا نقدر ابتدي يا ستي بيبي ستيبس، اللي بدا من الصعيد وانا يعني انا بقول لك انا كنت عايشه في البحر الاحمر، فيعني المايند سيت بتاعي مش اللي هو يعني جاي من مصر الجديده، لا خالص. احنا المايند سيت بتاعي اللي هو بننام الساعه 9 ومحدود الامور، محدود الريسورسز محدوده جدا. ف اشتغلي على انك ربنا اداكي قدرات، ابتدي شوفي هي ايه حتى لو انت مش عارفاها مبدئيا. فمساله you are left behind you are not، انت اللي سبتي نفسك to leave behind whatever الظروف ايه، بجد whatever الظروف ايه. انت شايفه ان ده قرار؟ انا شايفه ان ده قرار، ان هو يبقى left behind، هي تبقى left behind. ان استسلمت ان هي تبقى left behind. انا شايفه ان ده قرار. وبص انا مش عايزه اقعد اتكلم في هذه اللقطه كتير، بس انا مش بقول لك الكلام ده وانا في بقي معلقه دهب، لا مفهوم. لا ما احنا سمعنا الستوري فاحنا فاهمين. لا وانا يعني وفي حاجات وشفت حواليا كتير، وشفت ناس كتير، وشفت اللي عايز يغير بيغير، واللي عايز تمشي بتمشي، يعني تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت بايدك النهارده معلش، انا في ناس اعرفهم يمكن بدات البلاتفورم عشانهم، كنت شايفاهم ان هم عايزين يتحركوا، لغايه دلوقتي ما اتحركوش، مش عايزين يتحركوا. كنت شايفاهم ان هم انا عايز اشتغل، بس هي مش عايزه تتعلم كل يوم ربع ساعه. انت مش عايزه تعلمي كل يوم ربع ساعه، اقعدي بقى يعني خلاص يعني تعلمي كل يوم ربع ساعه، تعلمي ربع ساعه يا طلبه يعني يعني يا جماعه تعلمي ربع ساعه، رجائي مش كده يعني. اشتغلي على نفسك ربع ساعه كل يوم ربع ساعه. ده احنا بنقعد نتفرج على التمثيليه ونحللها على الفيسبوك ونكتب على جروبات الفيسبوك قد كده. اتفرجي على حاجه ربع ساعه يا ستي، ادخلي بفلوس ولا من غير فلوس، ولا تعلمي اي شيء، انزلي واحضري. ده احنا احيانا بنعمل ايفنتس وناس تبقى يعني اقول لك على حاجه، الايفنتس بتاعتنا بيسجل عليها 8000 واحده وبيجي 2000. هو 2000 رقم كبير برضه ما شاء الله يعني، بس ليه؟ صح ليه؟ فاهمك. يعني انت يعني فهمني، انت لما سجلتي اكيد كان عندك نيد، صح. ابذلي مجهود طبعا، غير مثلا حد حصلت له ظروف مش عارفه مين بتاع الكلام ده، لان احنا فري الدخول فري، اتندنس ببلاش خالص، تيجي تستفيد من كل حاجه ببلاش. فابو بلاش ده مش مهم. بس برضو خلي بالك، هو انت بيجيلك اكتر من 20% من اللي بيسجلوا، ده رقم كبير نسبيا من الايفنتس اللي ببلاش عامه يعني. somehow بس هو انا ببقى دايما شايفه انت محتاجه، وانت صح انت محتاجه، انت ما حدش بيتكلم تارجت اودينس ده، وانت وهتشوفي هنا، هتلاقي هنا وظايف بجد، وهتلاقي هنا ورك شوبس تدخلي وتحضري وتسمعي وتطلعي وتلاقي بانلز، وتشوفي الشاركس موجودين، وتشوفي اصحاب شركات موجوده، وانت عايزه مش انا بقول لك مش باخدك بيه، انت عايزه. ف يعني you are not left behind، انت اللي سايبه نفسك behind. انت ما تقنعنيش انك ما بتنزليش، يعني بتنزلي يعني فاهم، يعني بتنزلي بتقعدي على الكافيه، بنقعد نتفرج على ماتش كوره وحش ساعتين، بنضيع ساعتين من حياتنا في ماتش كوره وحش. سيبك من الكوره بالنسبه للبنات، التمثيليات، السوشيال ميديا، واللي انا بقعد على السوشيال ميديا كتير باي ذا واي، يعني انا بقعد الوم نفسي. انا بقول لك انا حلوه وبحب اسمع بودكاست وبضيع وقتي برضو على السوشيال ميديا كتير جدا. بني ادمين يعني يا بضيع وقتي، بحس ان انا عايزه اقعد اسكرول عشان دماغي تتسحل، فما افكرش في حاجه مثلا. وبعد كده يا كنت سمعتي لك حاجه بتاع، بس احب ابقى فعلا مش وات ايفر، بس يعني لا، هو ما فيش حد بصراحه ضحيه وغلبان ومتساب.
انت اللي عايزه تعملي كده. سوري. لا ما يعني طب نرجع لشارك تانك تاني دلوقتي. عشان ما انتي الحلقه ما تقفلش. اللي مش في حاسس انكم هتطلعوا كل اللي جواكوا الباب اتفتح ودخلتي زي ما بيسموها كده هي حوض السمك، حوض الشاركس. ايوه بالظبط. مين كان موجود في الحلقه؟ احنا كان معانا الحلقه كانت اولا فيها هند صبري، دي كانت أوكي. الحلقه اللي فيها هند صبري از جيست شارك. وكان معانا طبعا ايمن عباس ما فوتش ولا حلقه، فاروق ما فوتش ولا حلقه، وكان معانا دينا غبور واحمد طارق. اوكي. عملنا الانترو والسكريبت بتاعنا، قلنا كويس جدا طبعا، كنا بنترعش وتمام. اللطيف جدا في الحلقه بتاعتنا، انا مش عايزه اقعد احلل الحلقه، بس يعني اللطيف جدا 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 اللي عملته دينا غبور. احنا اول ما خلصنا انت بتبقى مرعوب اول ما تخلص، طبعا هما بيبتسموا وبيهزوا لك دماغهم وتقعد تبص ليهم، بس احنا اول ما خلصنا دينا غبور قامت حضنتنا. لا فقالت لنا هو انا ممكن انا عايزه اقوم احضنكم، وقامت وحضنتنا، وده يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في كل شارك تانك. دينا عندها عامه قصص انسانيه جميله في Yes. بشكل عام، وعندها Yes. بودكاست برضو. عندها بودكاست انساني كان في جميل الحتة دي. جدا. زميله يعني. زميل. يعني مع الفرق البسيط يعني. فده خلاص بقى القلق راح والدنيا هديت وخلاص كده. يعني بس كل ده ما كانش لسه حد اداكوا اوفر؟ لا 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 خلاص، هي انتوا بتعملوا حاجه جميله وانتوا خلاص انت كده ايه. أيوة، هو الكلام عجبنا ولا ما عجبناش خلاص انت عارف لو الحلقه وقفت هنا خلاص تمام انا ماشيه ومبسوطه. حتى زي الفل حلو جدا طبعا. يعني بداوا بقى يسالوا، قالت لنا طب انا عايزه اسالكم سؤال، انتوا اصلا سجلتوا الشركه؟ احنا مسجلين الشركه. طب انتوا اصلا طب انتوا عينتوا كام حد؟ طب بدانا نجاوب. الدنيا بدات تمشي لطيفه. خد بالك احنا كمان الشركه اعتقد الوحيده، ما اعرفش في كل السيزونز ولا بس كنت بقعد اقول جات سيزون 2 ان احنا خدنا جرانت، احنا خدنا انفستمنت وخدنا جرانت اللي هو لا يرد. لا يرد ومش مش بايكوتي. صادق من الشاركس جيف اب من ايمن عباس. اوكي. يعني ايمن عباس ادانا جرانت لوحده. مين ايه يعني اللي هو لا يرد، يعني اللي هو لا يرد ومش قدام ايكوتي، هو سبورت. مفهوم. فاحنا تقريبا الشركه الوحيده اللي اخذت الجرانت ده. غالبا اعتقد احنا الشركه الوحيده. طبعا ده كان شيء عظيم. بداوا بقى ان هم يعني كانت دينا يناقشوا بعض. دينا وهند تقول احنا مقدمين اوفر، بدا احمد طارق وفاروق يقولوا احنا مقدمين اوفر، بدا ايمن عباس يقول طب انا هبقى مع مش دينا. فكرين انت كنت طالبه كام قصاد كام؟ انا كنت طالبه 2 مليون قدام 20%. اوكي. فهم يعني انت مقيماها 10 مليون؟ كنت مقيمه 10 مليون بالظبط. هم بداوا يعملوا كده، فاحنا خلاص وصلنا لهذه قلنا لهم طيب ممكن تبقى هم عرضوا 2 مليون قدام 30%. هم لان انت قلتي في الاول ما ينفعش ينزل عن الرقم، بس ممكن يقلب البرسنتج. بالظبط. اوكي. ممكن يغير في البرسنتج. فقلنا لهم طيب يعني هما الاثنين بقى الاوفرز هما الاثنين، وطبعا بداوا بقى يقولوا احنا عندنا شركات وهنعين لكم وانتوا عندنا، يعني بداوا بقى ان هما يناقشوا بعض كده. هو اللي بيبيتش دلوقتي. بالظبط. فاحنا طلعنا فكرنا عملنا يعني اتصلنا بمنتورز لينا وكده ورجعنا تاني. متخيل ندى مثلا؟ والله كانت ندى اكشولي كانت ساعتها في امريكا وكلمناها، بس احنا كلمنا كان اي ثينك برضو كلمنا كان مستر ماجد من ادفنتشرز، بس برضو يعني ما ردش، بس احنا كنا واخدين شويه قرارات كده يعني، وقعدنا واستخرنا كده ودعينا ودخلنا. اول ما دخلنا محمد فاروق قال احنا جايين لكم مفاجاه او اوفر جديد. فساعتها مش فاكره مين قال، تقريبا محمد طارق قال بس خليهم يقولوا هم قالوا او ايمن عباس قال خليهم يقولوا هم اختاروا مين. فاحنا ساعتها كنا اخترنا محمد فاروق واحمد طارق. نظرا لي شوف يا اخي عماله تتكلم مع ستات اتفضل بقى يلا يا عم مش عارف ايه، وفي الاخر ايه في الاسلام فاهد لك. لان احنا كنا عشان النقطه دي اكشولي عشان احنا ضامنين ان الستات كده كده هيعملوا لنا سبورت. لكن لا برضه شرط خلي بالك. يعني لكن احنا كنا عارفين بقى ان محمد فاروق واحمد طارق هم اللي عندهم شركات ممكن يساعدونا حقيقي في الاكسبانشن والبارتنرشيب. بس بقى المفاجاه ان هم قالوا لنا احنا 5 هندخل معاكم. بس هي يعني هند صبري بعد الحلقه ما دخلتش معانا، فدخل معانا ال4 شاركس. قالوا لنا احنا كلنا هندخل بالبرسنتج 25%. اوكي. فدخلوا بقى معانا
الاربعه شاركس الحمد لله. سيبك من الشارك تانك والشاركس عامة، بس فكرة ان انا تو جيف اب ايكويتي، يعني انا بتنازل من ملكية حلمي، وخصوصا ان انت مشروعك هو مشروع انساني مبني على قصة انسانية يعني قوية جدا. فانت النهاردة بعد ما بدأ يكبر، فانت حد بقى جاي يخش وانت متعرفوش، هتجيف اب جزء من حلمك او البيبي بتاعك لحد تاني. شفتي دي ازاي؟ لا هو بص، هو في عالم الستارت اب ده ضروري جدا جدا جدا، وده عالم الشراكه عموما. يعني ما حدش بيقدر يعمل حاجه لوحده، لان انا ما عنديش كل السكيلز الشاطره او الناجحه في كل المجالات. انا عندي ماشي، طلعت بالفكره، ماشي بدات اعمل MVP ونجح وعمل تراكشن وعدد جت على الويب سايت، بس احنا محتاجين نكبر. دايما فكره الشراكه هي فكره ان اتنين يبقوا عندهم حاجتين مختلفتين يكملوا بعض. والانفسترز عموما بيبقوا جزء كبير جدا بيضيفوا، لازم يضيف، ما انت لازم تختار مين معاك وهيضيف لك ايه. وده في عالم الستارت اب ده مهم جدا. بالعكس ده بيقول لك لازم تعمل راوند كل سنتين، ماكسيموم سنه ونص سنتين، لان هو ده اللي بيكبر الستارت ابس، وهو ده اللي بيضيف للشركه. ما بنفكرش، وطبعا ده لازم برضو اتعلمته، ما بتفكرش انت بتدي حته من الكيكه بتاعتك، ما هي الكيكه بتاعتك مش قيمتها هتفضل دايما زي ما احنا قلنا مثلا 10 قروش. صح. لا هي لازم ال10 قروش دول يبقوا ثمنهم 100 قرش، وبعد كده يبقوا 10 جنيه، ويعني وانت ليك جزء قد ايه اتس اوكي، مش مهم حتى لو جزء صغر، بس القيمه بتاعه المكان نفسه كبر ازاي. وانت لما يبقى معاك انفسترز باسامي كبيره، لا طبعا الموضوع بيختلف تماما. ده في حاله الانفسترز، بس انا بتكلم ان جنرال، ان انا النهارده هاونبورد عندي ناس، القرار بيبقى صعب. يعني انا النهارده ممكن اخد حد ياخدني وينزل بيا، يعني دي برضه ما هو ده قرار مهم جدا. انت مهم قوي 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 تدرس. ما انا قلت لك احنا درسنا قبل كل شارك بيعمل ايه، وده مهم جدا. لو اي حد عايز يدخل شارك تانك بقى دلوقتي، يعني لازم يدرس كل شارك بيعمل ايه مثلا، او الانفستر برضو. ما انا عايزك تتكلمي كانفستور. لو واحد النهارده عنده عايز يكبر، عنده اهداف معينه مش هيحققها لو دخل حد اوتسايد شارك تانك، كانفستور ازاي اختار الشريك اللي هيجي اللي هيخش معايا، وازاي لو حصل لا قدر الله اي خلاف ازاي بقى نتخارج بشكل يكون جيد. لان انا شخصيا تعرضت لمواقف دي وانا بونبورد ناس، او حتى شفت ناس حواليا. يعني الناس بتبقى دايما البدايات فرحة البدايات، طبعا، بس بقى محدش بيتكلم على الاكزit. يعني الاكزit ده دايما بيبقى فيه مشكلة، خصوصا في مثلا في دول كتير في الريجن او في العالم دايما بتكلمك على مميزات الدخول عندنا، بس محدش بيقولك ايه اللي هيحصل لو خرجت. فالناس بتخش يلا. نعرف ناس كتير جت فتحت قفلت شركاتها هنا وراح فتحت في شركات بلاد بره. صحيح. على الحته دي ما توفقش، ما حسش ان ده المكان المناسب كمكان حتى مش كشراكه، عايز يخرج بقى من المكان، لا المعاناه رهيبه يعني. طيب حلو قوي ده. احنا عندنا شقين، هختارهم ازاي وبنعمل ايه جوه الديل. خلينا نقول الاول انا هعمل ايه جوه الديل. أوكي. انا ده خدته من كونسلتنت، ودي حاجه مهمه جدا بجد لما تيجي تعمل شراكه. وبرضه معلش هرجع خطوه لورا الاول. يعني ايه شراكه؟ الشراكه دي جواز يا جماعه. يعني ايه ده؟ انا في وجهه نظري كل ما بقول شراكه بقول جواز، يعني هي جواز. فانا لازم ابقى عارفه بمعايير بقى مختلفه. يعني انا لازم ابقى عارفه هو انا مين اللي هيبقى عايش معايا، هو فاهم في البيزنس بتاعي ولا لا، هو فاهم. يعني احنا مثلا التك education technology، فانا هل الeducation technology دي انا بدخل حد فاهم فيها عارف ولا لا؟ طيب اللي حضرتك بقى بتقول عليه اللي هو الاكزit. انا لما جينا كنا بنكتب التيرم شيت صراحه، كان في كونسلتنت ربنا يمسيه بالخير، كان اسمه وائل اي ثينك، وقال لي 3 حاجات اخد بالي منهم كويس قوي. قال لي في الحاجات اللي زي دي بناخد بالنا من 3 حاجات. اول حاجه الفلوس هتدخل ازاي، لان كان في حاجات بتبقى مكتوبه ان الفلوس تدخل لون على الشركه او مش عارفه الفلوس هتدخل كابيتال في الشركه. معلش انت قلتي حاجه اسمها التيرم شيت. التيرم شيت ممكن تقول لنا ايه هي التيرم شيت؟ احنا بعد الشارك تانك على طول بعديها بيتعمل لنا حاجه اسمها ديو ديليجنس. اوكي. اللي هو نتاكد ان الكلام اللي انت قلتيه بقى ده بالارقام دي صح. هاتلنا بقى سكرين شوت من مش عارفه البلاتفورم، هاتلنا البي ان ال بتاعك، هاتلك الفاينانشال البيزنس بلان،
انت بتفكري ازاي، هاتي العقود اللي انت ماضياها مع الامبلويز، هاتي العقود اللي حاجات بقى كتير جدا بنقعد نحضرها، العقود اللي انت ماضياها مع الانستراكتورز. تعالي بقى نبص على البلاتفورم بالتفصيل، نبص على كل الفوركاستنج بتاعك الثلاث سنين الجايه هيبقى عامل ازاي، فاينانشال بلان وبزنس بلان. بنقعد بقى شهرين 3 نعمل الناس أنا- بتفتكر ان صح. خلصت الحلقه اديني شنطه شيكو يا نشا. الفلوس لا في ناس بتطلع، لا في ناس بتطلع بعد كده بيبقوا مش جاهزين خالص بالدي ديليجنس وما بتتمش عشان كده. اوكي يعني بيقعدوا يقول لك ان شارك تانك مش عارفه ايه، لان انت بتبقى طالع ضارب كلمتين. ما هو شارك تانك البرنامج ما بيشوفش منك يعني ملوش حق ان هو يقعد يشوف، ولا فاضي ان هو صح. يقعد يشوف منك. وما اعرفش دلوقتي بيعملوا ايه الفاينانشال بلان وكده، بيقول لك فالويشن كام قدام كام وانت بتعمل كام، بينجشيت معاك شويه وصح، يعني انت الكلام اللي انت بتقوله ده صح ولا اي كلام ولا كده. هو لكن بعد كده بقى ديو ديليجنس، بقى ديو ديليجنس يعني افتح البوكس. افتح بقى ونتكلم تمام. وبعدين بنمضي حاجه اسمها تيرم شيت. تيرم شيت اللي هو اتفقنا على كذا، بس يعني علشان نعمل منه بعد كده شير هولدر اجريمنت. وبعد الشير هولدر اجريمنت نبتدي نغير بقى اصل الشركه، يعني العقد الشركه هو ده بيبقى الشير هولدر اجريمنت، ده بيبقى العقد. نبتدي نغير بقى السجل التجاري بتاع الشركه. يعني في الاول تيرم شيت، شير هولدر اجريمنت، والعقد اللي هو بيبقى في هو العقد اللي هو الشير هولدر اجريمنت خلاص. أوكي. وبعديها بيبقى نكتب بقى تغيير بقى السجل التجاري. بنعمل بقى محضر اجتماع بقى الناس، واللي نغير اسمه جمعيه عموميه او جمعية جمعيه عمومية، عامه، وعلى حسب نوع الشركه والكلام ده، ونغير على اساسه السجل التجاري للشركه. فالتيرم شيت نقطه فاصله، لان هو منه بنتفق على الاوتلاينز اللي منها هيطلع شير هولدر اجريمنت. ودي بتكون انت اللي بتعملي التيرم شيت ولا بتستقبليه منهم؟ يعني مين بيكيك اوف التيرم شيت دي؟ لا هم بيبقوا معاهم طبعا، هم كان طبعا معاهم اكبر محامين في البلد، فهم اللي كتبوا التيرم شيت. خفتيش يا عبير؟ لا خفنا جدا، ما كناش بننام طبعا. لا واحنا كمان كان معانا رحنا بقى لمحامي برضو محترم وكده. وزي ما بقول لك، بس هي الجمله دي مهمه قوي. مهمه قوي في اي شراكه. ابص على 3 حاجات: الفلوس هتدخل ازاي، في النص الاداره لمين، والطلاق هيحصل ازاي اللي هو الاكزيت. بتدخل ازاي وامتى؟ لا ما هو امتى بيتكتب دي it goes without saying. دي المفروض بتتكتب يعني. لكن هتدخل ازاي، ما تفرحش بان انت داخل لك فلوس. الفلوس دي هتتحول على حساب البنك، ولازم تبقى كابيتال. يعني بالنسبه لوضعنا لازم تبقى كابيتال في الشركه، لان كان في حاجات بتبقى مكتوبه ان مثلا دي هتدخل لون على الشركه وهتدخل مش عارفه ايه او فكانت بتبقى حوارات بقى يعني. دي اتغيرت. انت قلتي ان هند صبري ما دخلتش في سبب معين ولا لا هي ما دخلتش مع كل يعني قالت انا يعني حتى هي بعد كده ما ظهرت هي بتيجي كجست تزود التراكشن وتبقى حاجه أوكي. لطيفه، لكن ما يعني ما بتظهرش بعد الحلقه. لا ما دخلتش لا معانا ولا مع اي حد. فانت ما خدتيش ال 2 مليون اللي اتقالوا؟ لا اخدنا ال 2 مليون بس، وب 25%، بس اتقسمت كل شارك 6.25. اوكي بالظبط. وبتتقابلوا كل اسبوع كل كوارتر؟ بص الشاركس طبعا مش انت متخيل ان كل سيزون انت عندك 40 شركه تقريبا بيمضوا معاهم. فكل شارك اولموست عمل تحتيه شركه في سي فينتشر كابيتال تتابع بقى. اوكي. احنا عندنا باي ويكلي ميتنج يعني كل اسبوعين مع الشركه. مع الشركه مع بقى كل يعني احنا بقينا بقى يعني وصلنا شركات الدنيا الاول مش متستفه قوي، وصلنا ان يعني كل يوم كل اسبوعين. أوكي. يعني 2 باي ويكلي ان احنا فانا لو كلمتك يوم 2 ما ردتيش، عارف انك مع الشخص. هو بيبقى ساعه يعني نص ساعه. ممكن يعني مش عايز ترد عليك عادي. ما اقدرش. هو بيبقى ساعه ونص ساعه خلاص بنبقى عارفين بقى. احنا بقى لنا 2.5 سنين يعني، فبقينا خلاص عارفين احنا بنعمل ايه. يعني بنتكلم فاينانشال. اولا في يعني جوجل درايف بيننا وبينهم، بنحمل عليه الفاينانشالز وبيناقشوا بيبصوها ويناقشونا. فبقى في سيستم في سيستم طبعا، وكل حاجه واضحه يعني. ونتكلم معاهم على ايه اللي في البايب لاين، ايه المشاكل اللي عندنا، وبيبقى something like it's updating يعني. عبير 31 سنه، ولادك مدرسه، بعدين شارك تانكس، ما شاء الله، بترفعي شيتس فاينانشالز بتراجع عليكي. التويستايه دي شايفاها ازاي؟ وانتي في الحته بتاعت التيرنينج بوينت في 31 سنه، كنت شايفه اللي احنا وصلنا له النهارده؟ لا خالص، ولا اللي شايفاه من سنه اللي بيحصل. لا خالص. احنا اول ما خلصنا شارك تانك وجينا اول ميتنج، كنا انا فاكره انا ورضوى
فبعد ما نزلنا من الميتنج بصينا لبعض، كانوا طلبوا مننا بقى بيزنس ايه اللي حصل؟ قلت لها الموضوع كبير قوي علينا، احنا كان عندنا شركه تانية بس وبنعمل ميزانيه بنقفلها بس يعني تمام في كده بالحب. يعني تمام. لا ده بقى بزنس بلان، وانت هتعيني كام حد وكل واحد هياخد كام وهتزودي ايه وهتعملي بادجيتنج. لا الميتنج اتعلمنا ده كتير. كان مع الشاركس ولا كان مع التيم بقى اللي مشغل معاهم؟ اول ميتنج تم كان مع تيم ما بقاش موجود دلوقتي، كان تيم من تيمز مستر ايمن عباس، بس هو دلوقتي عين تيم تاني. كانوا يعني ناس تبعه، كانوا ناس كبيره ولطيفه جدا، سي او بتاع مجموعه شركات بتاعته انترو جروب. وطلبوا مننا شويه حاجات، وعقبال بقى ما حضرناها كانت عين بقى التيم الجديد، شريف رمضان بايفنتشر، واتعملت بقى شركه ايمن فانتشر، وبدات اوكي. تبقى منظمه يعني. في ناس بتبقى رايحه شارك تانك علشان التراكشن، علشان تعلن عن البرودكت بتاعها وكده، وده مش غلط يعني، بس لا مش غلط. بس هل كان مفيد فعلا يعني؟ هل حسيتي ان طبعا ما كنتش هبقى معاكم هنا النهارده مبدئيا. اوكي. نمبر 1. لا بص، شارك تانك اكسبوجر عظيم، ماركتنج عظيم، كريديبيليتي، لان انت بيبقى معاك شاركس، معاك بزنس مان كبار. انا بقول لك اتعلمنا كتير قوي قوي قوي، تظبيطه حاجات كتيره، حاجات صعبه وحاجات سهله وتفكر ازاي تبقى جاهز فعلا لا يعني عظيم. عايز ارجع انسانيا. اكيد عندك كيسز انت شفتيها حياتها اتغيرت يس بعد ما دخلوا معاكوا، وبعدين بعد ما خلصوا الكورسز او المنتورشيب دي. احكي لي على نموذج انت فاكراه وكنت فخوره بيه وحاسه ان انت حققتي اللي كان المفروض تحققيه لما عملتي ممكن. بص، جات لي فويس نوت من واحده، انا حتى حافظه الفويس نوت دي عندي، وكل ما بعيط وبزهق وبقول مفيش فايده وكده. ايه ده وانتوا بتعيطوا وتزهقوا يا عبيد؟ يا نهار ابيض، ده كل يوم ده كل يوم كذا مره في اليوم. كل اي انتوا ممكن نعيط دلوقتي، ممكن نعيط دلوقتي يعني كل يوم. مش اي علاقه. بص انت تقعد مع كبرى شركات الانتربرنورز، هي كلمه واحده بتتقال لما نفتح قلوبنا لبعض. طبعا احنا قاعدين قدام بعض تمام ها وكده واحنا كذا، لكن بقى لو 2 صحاب بقى بتاع لا، الدنيا اديني فرصتي بس. اديني فرصة الدنيا بقى واخبارك ايه، والكاش عامل ايه، والمرتبات عامله ايه، والناس عاملين ايه، ونقعد نعيط بقى يعني عادي جدا. بعتت لك فويس نوت. فبعتت لي فويس نوت. انا فويس نوت دي قلت لها انت بعتيها لي عشان انا احفظها عندي، عشان ربنا بعتها اني انا افضل اكمل. هو ربنا بيقول لي كملي، هو بص كل فتره كده ربنا بيقول لي ابعت لي حاجه، بيقول لي كملي. البنت دي اسمها نسرين، جت الايفنت بتاعنا في شهر 5 2025 الامبلويمنت فير، جت هي وابنها، وبتقولي انا جيت لقيت الدنيا زحمه قوي ولقيت شركات مقدمه حاجات مختلفه ووظايف وبانلز اول ما دخلت قلت المكان مش بتاعي، بس اتكسفت من ابني، مش عايزه يعني اخذله، فقلت هكمل اليوم، ما رضيتش امشي. فقعدت تحضر شويه حاجات. بعد كده كنا احنا عاملين منتورنج سيركل كده على جنب يعني على هامش الصامت، فهي حضرت المنتورنج سيركل دي وحست ان الدنيا بدات تنور، وبعدين طلبت ان هي تاخد تاني منتورنج سيركل بعد الايفنت مره واتنين. عرفت ان احنا عندنا كورسز، لان في ناس مش عارفه ان احنا بنقدم كورسات ليهم وخاصه للسيدات والبنات. فاخدت كورسات، اخدت شويه يعني، بدات تشتغل على نفسها، بدات مع المنتور تعرف هي كانت شاطره في ايه. هي جالها وظيفه من الايفنت ما شاء الله، بس الوظيفه اللي جات لها يعني لما عملت الانترفيو هم قالوا لها انت حتى اوفر كواليفايد على الوظيفه. فبدات تفكر هي بتعمل ايه. ايه اللي كان شاطر عندها؟ هي لقيت ان هي كانت عندها موهبه في ان هي بتعمل شنط بالتريكو مميزه جدا. بس نسيم ما كانتش اصلا بتشتغل في مكان ما قبلها؟ ما كانتش بتشتغل خالص، لا كانت هي بس يعني لا خالص ما كانتش بتشتغل، كانت هوايه عندها. بالظبط. فبدات تطلع تاني اللي هي بتعمله ده، وبدات تعمل الشنط دي تاني.
وخلال بالظبط 4 شهور او 5 شهور بدات تنزل بازارات وتبيع الله. لبلوجرز وسليبرتيز وبتعمل فعلا حاجات يونيك جدا. مم. وفي الايفنت اللي بعده في شهر 12 احنا كنا عاملين بقى ايفنت صغير، بدات تنزل معانا تبيع وتبقى one of the success stories، ما شاء الله. وبدات تبقى على طول تبقى معانا. ودلوقتي حتى يعني لسه يدوب الاسبوع اللي فات كانت مشتركه في حاجه اسمها مبادره تظليل اسوان، بتعمل كروشيه بيغطوا اماكن معينه في اسوان من الحر في أوكي. الصيف الرهيب. مم. فاسمها فكانوا مجموعه كبيره جدا عاملين مبادره دي، فهي كانت معاهم قعدوا اسبوع بيشتغلوا علشان يغطوا جزء في اسوان بحيث ان الناس من الحر. وزي ما بقولك بدات تبقى معروفه والناس بتشكر في حاجتها جدا جدا، وهي ما شاء فعلا فيري الله. يونيك. وكل ده كوم، وان هي بدات تبقى تحس ان ابنها ماسك لها الصفحه وهو اللي بيعمل لها السوشيال ميديا، وفخور جدا بان مامته عرفت هي بتعرف تعمل ايه، بدات تكسب قرش وبدات تبقى يعني مبسوطه وهو مبسوط وبدا يبقى موجود معاها، بتضيف للمجتمع والمجتمع بيضيف لها وابنها فخور بيها، مم. وهي ابنها فخور حاسه ان بيها. هي راضيه بنفسها وابنها فخور بيها. دي من يعني في قصص كتير، بس دي من اجمل القصص عشان هي كمان شاركتها معايا. من اجمل القصص اللي مجرد انك حضرتي وفتحتي دماغك وقلتي انا هعمل، لقيت القدره اللي عندها. بتتكلمي من شهر 5 4 للشهر. شهور، والله 4 الله، شهور ما شاء كانت الله. بدات تعيد يعني من شخص ما اشتغلش قبل كده في اي من شهر ما مكان اشتغلش قبل كده خالص. وغالبا محبط، غالبا ديسبريت، بالظبط. سمع عن ايفنت قالك ما اروح. بالظبط. بس اعتقد ده هي دي اللي انت كنت بتقوليها في الاول، ان هي كان عندها الطاقه والقدره انها تتحرك يس وتنزل تحضر الايفنت. بالظبط. ده اللي انت دايما يا جماعه، ما هو البدايه من عندك. البدايه من عندك. ما بقولك يعني انت you are not left behind، انت سايبه نفسك behind. والله لو بداتي مش محتاجين اكتر من ربع ساعه في اليوم. احنا حتى الكورسات عندنا تقريبا الكورس مدته بيبقى من ساعه لساعتين، متقسم 10 دقايق. اتفرجي كل يوم على 10 دقايق، يعني الساعه دي متقسمه 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق، اتفرجي كل يوم على 10 دقايق سواء عندنا او في حته تانية. اشتغلي على يعني اتفرجي على حاجه تحفزك فتعلمك خبره فتبقي عارفه. فلا يعني انت في الحديث بتاعك قلتي ان انت كنت محبطه وربنا بعت لك رساله. امتى المواقف اللي بتجيلك بتحسي انا مش قادره اكمل، انا تعبت؟ لا كتير قوي، احنا بتتكالب علينا المشاكل كتير جدا طبعا. احنا حياه الانتربرنورز دي حياه تشوزن، احنا اللي اخترناها، واحنا اخترنا ان احنا تبقى عندك مش زي ما انت بتقول، احنا مش في شركه جاهزه فيها حاجات كارنت، فيها حاجات ريكارنت كده وكل يوم انت عارف هتعمل ايه. لا خالص، انت بتصحى الصبح بتبقى فعلا مش عارف هتعمل ايه. انت لازم تخلق حاجه تعملها وتخلق حاجه تجيب فلوس وتخلق حاجه توصل وطول الوقت تشوف الجابس. ده الكلام اللي هو من فوق، لكن جوه احيانا بجد بتلاقي الدنيا ضلمه. هو كل الطرق مقفوله literally والله. تروح نسرين بعتلك رساله، تروح بقى ربنا يروح ربنا باعت بقى حاجه عن طريق. يعني احنا لسه قريب كمان اخدنا الحمد لله جايزه باسم مصر في وورلد سامت اوورد في شهر 5 اللي فات. ما شاء الله، مبروك. الله يبارك فيك. خدناها وورلد سامت اوورد، خدنا جايزه في كاتيجوري الانكلوجن والامباورمنت. والجايزه دي اللطيف اللي فيها، احنا خدنا كذا جايزه قبل كده، بس اللطيف اللي في الجايزه ان هي كانت نومينيتد من وزاره الاتصالات، وفضلنا نمشي كده في الفلتريشن لغايه لما وصلنا الاخر. وانا حتى كنت يعني ايه بعد كده عرفت ان هي جايزه كبيره، وهم حتى بيبعتوا لنا ان هم ياخدونا نستلم الجايزه في فيينا، وبيتكفلوا بهذا بالسفر. لمجرد هي الجايزه ما فيهاش حاجه ماديه، بس الجايزه عباره عن ريكوجنيشن انك تقدير. تيجي هنا وتبقي وسط 40 دوله احسن احسن شركه خلال 40 دوله نومينيتد من وزارات من جهات اللي هي بتاعتهم، بتاعت الدول دي. وتعرض فكرتك قدام 75 دوله. يعني في 40 دوله كسبانه و75 دوله مشاركه.
دي برضو طب ما هو يبقى احنا بنعمل حاجه كويسه اهو، أيوة. يبقى يعني يجي مننا ان شاء الله. لا بتعملوا حاجه عظيمه، انتوا دخلتوا حته مم. ما حدش دخلها يعني، يا رب. دي حاجه عظيمه. طب عبير، احنا في فقرة كده أول مرة نعملها اول مره معايا انا بقى. اوكي. اول مره اعملها ما قاليش عليها، خلي بالك يعني أوبا. انا جاي اضيف زي كده. الله. عايزين نسألك خلاص احنا نعملها في طلبه. ايوه بالظبط، نتصرف يعني. انا عارف ده، دي النهايه. نسألك مجموعة أسئلة كده وتردي عليها بسرعة جدا. ماشي؟ اوكي. فتحب تبتدي؟ هي فين اني صفحه دي؟ ما بيقراش أي حاجة. ما هو عنصر مفاجاه حلو. اتفضل يا جوي. ابتدي انت. طيب. ما هو مش لاقيها. طيب. طيب خلينا ايه. لا انت اتفضل يا جوي. ماشي. ايه اكبر غلطة عملتيها في الشغل؟ شفتي ليه خليه هو يبدا؟ نقولك بسرعة. بوظت الفقرة اللي قول كنت تاني، ناوي قول تاني، نعملها. قول تاني. اكبر غلطه عملتها في الشغل ان اللي يصعب عليكي في قرك. دي غلطه ولا حد ساب عليكي يعني اني مش دايما بطبق الفكره دي. اوكي اتفضل. ماشي. ايه اهم رقم لازم الفاوندر يعرفه؟ احنا بالنسبه لنا الريفينيو طبعا، والاساسا الريفينيو والنمبر اوف يوزرز، يعني دول اقل رقمين. طبعا في شويه ارقام تانية بس دول اهم حاجتين، دول أهم لو حاجة. الطب يعني اكيد. اوكي طيب اكمل انا. كمل خلاص. انا هاجي اقعد جنب عبير هنا. شارك تانك ولا في سي؟ يا الاثنين من غير دبلوماسية. لا بجد الاثنين. اوكي. كل واحد اصلا هم مختلفين تماما على فكره. هو شارك تانك الفلوس اللي بتاخدها منها مش زي الفلوس اللي بتاخدها من الفي سي مبدئيا، بس شارك تانك بتاخد اكسبوجر وما بتاخدوش في الفي سي. فشارك تانك بيديك اكسبوجر فظيع. في سي بقى لا، لما بتدخل مع في سي انت بتدخل بمبلغ، يعني بيدخل معاك بمبلغ محترم، فده حاجه وده حاجه. شارك تانك الموضوع الفلوس اللي بتاخدها يعني لطيفه كده، يعني تزق زقه بسيطه قوي، بس بتاخد اكسبوجر. خدتوا في سي يعني دخلتوا راوندز تانية؟ نوت يت. اوكي. لو هتطلعي تاني هتغيري ايه؟ هغير لبسي اول حاجه. اغير لبسي لان هو يعني المفروض ان الواحد يبقى اهدى في اللبس في اليوم ده. هغير ايه كمان؟ هجهز اكتر وهجهز اكتر، هحضر اكتر، هبقى محتاج اني احضر اكتر. بس انت عايز 8 شهور تحضري. بس كانت المعطيات ساعتها مش زي المعطيات دلوقتي. يعني الجافنز والديتا اللي موجوده ساعتها ما كانتش موجوده دلوقتي. فدلوقتي في داتا موجوده اكتر حتى عن الشارز. اوكي. طب كلمه واحده بتوصف التجربه كلها. اول كلمه جت على دماغي اني ممتنه ان ربنا اختارني للتجربه دي، خصوصا ان هم اللي جولك مش انت اللي الحمد لله. صحيح. طب تنصحي اي فاوندر ان هو يقدم؟ طبعا. اوكي. بس يبقى جاهز كويس قوي. اوكي. طب اشرحي لنا شويه يعني ايه جاهز؟ يعني يبقى جاهز كويس قوي. قوي. يعني انت قدمتي، انت قلتي ما كنتش عامله ارباح قليله جدا. بس هو دلوقتي ما بقاش كده. هو دلوقتي لازم يبقى عامل شويه ريفينيو، مش سيبك من ربح، ريفينيو كويس، مش لازم يبقى فيه بروفيت. تاني حاجه، احنا حاجه بصراحه بنصح بيها انك لما تدخل شارك تانك ما تدخلش اكتر من 2 شاركس معاك، ويفضل يكون شارك واحد يفوكس معاك. اوكي. احنا معانا 4 شاركس، وده شويه صعب عليهم وعلينا. لان هم معاهم شركات كتير قوي، ومين اللي بيفوكسوا مع الشركه اللي هم بس داخلين فيها مثلا هم لوحدهم. اوكي. لان انت بتبقى هو only one direction, only one reporting، قصه واحده. فدي من اهم الحاجات. واعتقد ان سيزون 3 و4 بقوا كده، لكن سيزون 2 و1 بالذات سيزون 2 كانوا بيدخلوا يعني اكتر من كذا شارك في الشركه دي. انا ما افضلهاش، ولو رجع بيا الوقت هغيرها برضو. بس يعني هل في حاجات لازم تبقى موجوده علشان يقدر يقدم، ولا الحد الادنى يعني مينيمم؟ الحد الادنى ان هي تكون شركه دلوقتي ان هي تكون شركه، والشركه دي تكون ناجحه، عندها هي تراكشن متسجله يعني. طبعا. اوكي. مش فكره
وتكون ناجحه، اثبت بلاش ناجحه، تكون وصلت حتى للبرودكت ماركت فات، يعني يكون في تراكشن ويكون في ريفينيو، وات ايفر بقى الريفينيو ده عامل منه بروفيت او لا، بس يكون في تراكشن وفي ديماند واثبتت، وطبعا تكون فكره شويه مختلفه بقى مش بنكرر يعني. لو في حد يعني نفسه يعمل حاجة شبه اللي انت عايزة بتعمليها، ستارت اب وشارك تانك وكل الكلام دوت، ايه النصيحة اللي ممكن تديها له؟ don't give up بقى، كلمة كلاشيه قوي، بس هو الفكرة انك بتيجي عليك 1000 لحظة اوكي. تقول لك وقف، مش نافعة، مش هتنفع. بيجي لك ناس قريبين منك خايفين عليك على فكرة، مش قصدهم حاجة، يا بنتي مش نافعة، يا بنتي بتموتي كده يعني، وانت ينفع كده طول الليل والنهار يعني. في ناس لدرجة ان انا بقيت شايفاها ان في ناس بتخاف تقول لي وقفي، هم خايفين لان هم عارفين ان انا هطلع فيهم وسيبوني وبتاع، بس هم شايفين ان مش استنزاف. ان استنزاف يعني. بتعملي ايه يعني؟ انت بتزقي في حيطه، فالحيطه واقفه، بتعملي ايه؟ وده حقيقي هم شايفين ده، بس هو في الاخر مش كل الناس بتبقى شايفه عقليه الانتربرنور. وبصراحه هقول لك جمله وصلت لها اوقات، it's okay to declare defeat، يعني انك تعلن هزيمتك في لقطه، صح، في الوقت المناسب. بس مش لازم تعلن هزيمتك، مش قصدي تعلن هزيمتك انك تجيب ظروفها، بس يعني it's okay ان انا اعلنت ان انا دلوقتي انا فشلت. مش كل المعارك هنكسبها. بالظبط، وان في هزيمه، وان انا غلط في الحته دي، وان انا غلط كتير، وان الدنيا مش سهله قوي، يعني كل الكلام ده اوكي، بس في الاخر لازم تبقى عقليه بقى الانتربرنور، ان انت هو انا كنت ايه اللي خلاني ابدا؟ اوكي. وليه اوقف في نص الطريق؟ ما هو انا لازم اوصل المركب لجزء من لاي شط، صح، فخلينا نوصلها لاي شط. طب بدل احنا في النص ما يمكن نوصل الشط التاني بدل ما نرجع، او بدل ما نغرق المركب، فيعني نحاول نزق على قد ما نقدر. واعتقد دي بتبقى عقليه الانتربرنور. في ناس بتقولك مش لازم تبقى قادر تكمل، ممكن ما تبقاش قادر، يعني مش هم مش قادر خلاص، هم مش قادرين، شايفينك مستنزف، مش لازم تكمل. فلا، هو هتبتدي الطريق يبقى لازم تكمل. لازم تكمل. عبير، عايزك تقولي رسالة للستات والبنات اللي قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي وهم حاسين ان هم left behind والعمر جري ومفيش امل، وارضي بالوضع الحالي ان هو ده ليس في الامكان احسن من مكان. هي دي انا شايفها الرسالة العظيمة. انا يعني بقول لك ان انا دخلت في حتة العمل التنموي والامباورمنت بشكل مختلف كتير، ولكن انا عمري ما شفت الموديل بتاعك ده، موديل عظيم، وان ازاي حد يقدر يخليه بيزنس موديل. هي دي النقله الجديده بالنسبه لي يعني. فتقولي ايه للبنات والستات اللي قاعدين النهارده بيتفرجوا عليكي وكل الناس حواليهم بتقول لهم مفيش امل وخلاص كده؟ قومي من على الكنبه، بس هقول لها قومي من على الكنبه. والله قومي اتحركي، الحركه بركه، قومي اسعي. ربنا بيقول لنا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. يعني احنا مطلوب مننا نسعى، مش مطلوب منك انك تقعد تلطمي، يعني انا اسفه جدا، ولا انك تقعدي تقولي. احنا مطلوب مننا نسعى، ومش علينا خالص هنوصل ايه بالسعي. في حاجه طالعه دلوقتي موضه اسمها طي السنين. ايوه، اللي هو يقول لك ربنا يعني ممكن ان يرزقنا حاجات كنا بنتمناها في سنه واحده قد 5-6 سنين. انا كنت زمان بقعد اقول ايه، انا ربنا بيدخلني من الباب اللي ورا. يعني عارف كده، ما تكون في محاضره وبدل ما تدخل من جنب الدكتور تدخل من الباب اللي ورا ومحدش يشوف، يعني ما يحصلش مشاكل ولا يحصلش اي حاجه، وتوصل لنفس اللي الناس وصلوا له. فانا كنت دايما بحس ان انا من حته تانية، يعني في كل بقى طريق مختلف واقصر. ده ليه؟ لان رزق وسعي. هتقول لك انا طب اودي الولاد فين وهروح منين واجي لا 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 الكلام ده ما لا 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 من البيت، لا اشتغلي اتعلمي من البيت، خدي ولادك معاكي. انا ياما خدت ولادي معايا يعني.
اعتقد انا بس انت عملت مش جاي تكلم تخيل. واحده عارف اللي هي ايه، هانم. لا 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 معلش، يعني انا جيت ولادي وكانوا يناموا على الكنب ويشتغلوا معايا وراحوا كل الشركات اللي اشتغلت فيها ولادي كانوا احيانا بيجوا معايا. فاشتغلت قبل ما افتح شركتي، اي حته اشتغلت فيها كانوا ولادي بيجوا معايا. بحاول اتخيل الايفنت بما إن هو للستات بس، فاحنا مش هنعرف نحضر. لا لا بس بتنورونا طبعا. بس بحاول اتخيل ان انت هتلاقي امهات كتير معاها اولاد بتلف على بوثس فيها شركات وفيها حاجات كده. بيرفكت. ده شكل في كتير بيبقى كده حقيقي، وفي اوكي. ناس لا اللي بيجوا من غير ولادهم، وفي بيجي بكده واي نوت واي نوت. طيب مش بتشوفي كمان ان في الرساله الثالثه بقى اللي عايزك توصليها للشركات نفسها، ان هي تعمل سيت اب معين يسمح للبروفايل ده ان هو يشتغل؟ لان في شركات ما عندهاش الفاسيلتيز ان هي حتى لو هتشتغل ورك فروم هوم او اي حاجه. فلكسبل اور، يعني عايز حاجه فلكسبل اور او فلكسبل او ان هو ريموتلي او كده. في شركات بره في شركات بتعمل مكان للاطفال يعني جوه الشركات دي. واحنا في حاجات، واحنا في شركات كده، وفي شركات بتقول لك لا انا عايزاهم ينزلوا، وفي شركات شايفه ان الستات بعد الكورونا، خد بالك احنا بعد الكورونا شويه في ناس بدات تهرج، يعني تقول لك ايه احنا هنشتغل من البيت بس هم مش ملتزمين قوي، فلقوا ان احسن نظام الهايبرد. اجان مفيش قاعده، هو في انك تسعي وانك تبدأي. عمرك ما هتوصلي من غير ما تبدأي، يعني ابدأي ونشوف. يعني لو اضطريتي تشتغلي في حتة، انا اعرف شركات كبيرة بجد كبيرة جدا بيبتدوا الاول مع الستات ان هي لازم تنزل، وبعد كده بتشتغل 3-4 ايام من البيت وبتنزل مثلا يوم واحد في الاسبوع، وشركات يعني مالتي ناشونال كبار. طيب نصيحتك ايه بقى للشركات لو الشركه عايزه تبقى بارت من الانيشيتيف ده، ان هي تامباور الستات البروفايلز ده؟ فاكيد لازم يعملوا حاجات معينه، يعني سواء في الورك انفايرمنت، في بيئه العمل، في اوقات العمل، في الحاجات دي يعملوا ايه لو هم عايزين يكونوا جزء من الانيشيتيف ده؟ مبدئيا تعاطفك لوحده مش كفايه، لان في كتير جدا بيتعاطفوا الله ده جميل، طب وقت الجد طب تعالوا نعمل بروجرام للستات دي واختاروا منهم احسن ناس يبقوا في البايب لاين عندكم. اصل احنا مش حاسين، يجي بقى وقت بقى تعمل ورك شوب معاهم وبتفكر مش حاسين ان هم هينتجوا. تفتكري مش هيبقوا مركزين. يعني احنا لسه عندنا حته عنصريه من جوه بصراحه. ففي كتير متحمسين وفي كتير ما بيبذلوش لهذا التحمس او الحماس، يعني ان انت تبقى متحمس لهذا الانيشيتيف المبادره الفكره حلوه قوي، عشان انا لازم اقول ان هي حلوه صح، لكن وقت الجد احيانا يقول لك بس احنا معلش يعني محتاجينها بس تكون عندها خبره. يا باشا انا مش عايزه اديلك، انا مش بشجع الناس اللي هي ما اشتغلتش على نفسها، بس في نفس الوقت انت يعني الشركه لازم تبقى متساهله ولازم تعمل بروجرام ليهم بجد، لازم تعمل بروجرامز فيها يعني تريننج مدعوم. مثلا يعني في ستات بتبقى فعلا بقى تقول لك ايه انا اشتغلت على نفسي شويه، بس عشان تاخد تريننج كامل اندكشن محتاجه انك الشركات تبذل مجهود ويبقى في عندها CSR corporate social responsibilities اكتر ناحيه هذا الفئه، لان احنا هنقول ان دي فئه مش كتير بيشتغلوا عليها، فمش هنقول ان هي فئه نعتبر ان هي فئه مهمشه مش مبسوط عليها قوي، بس هي مش اللي هي قاعده في الرورال اريا يعني. بس احنا لا المفروض تتبص عليهم، المفروض يتعمل لهم بروجرامز. في ناس في شركات بدات بس بصراحه لسه مش بالقدر الكافي. هحكي بس هحكي لك قصه تتماشى شويه مع اللي انت بتقوليه. كنت في 2018 كنت قاعد على الفيسبوك بقلب، لقيت في واحده كاتبه بوست ان في واحده صاحبتها كفيفه اسمها هبه، وان هي يعني مستقله بتعرف تعمل حاجات لوحدها وبتدور على شغل. انا بطبيعه الحال لو قريت بوست وشبكت ببقى طول الليل بقى قاعد افكر فيه قاعد سهران. فالمهم قلت انا هبعت للبنت دي اللي هي غالبا استلمت 100 رساله غيري، فغالبا ما انا هعرف انام بقى على المخده، انا عملت اللي عليا وانا تمام. فاكتشفت ان مفيش حد بعت للبنت دي غيري، واكتشفت ان انا هبه جت تعمل انترفيو، واللي اكتشفته ان هبه جت لوحدها. فهبه بتعرف تركب مواصلات، هبه بتعرف تتعامل مع الكمبيوتر، هبه بتعرف تعمل الحاجات دي. فالتجربه كانت بالنسبه لي صعبه جدا، تقيله، يعني مش عارف اعمل ايه. ولكن في الاخر هبه، وانا ما عنديش بيرسونال اسيستنت، كنت فاتح شركتي ما عنديش بيرسونال اسيستنت،
ولكن في الوقت ده هبه كانت البيرسونال اسيستنت بتاعتي. وكنا غير انها بتحضر كانت هي طبعا الشركات دي قفلت نتيجه كورونا والحاجات دي، بس قبلها كان كانت تجربه بالنسبه لي انا جديده، فكنت انزل معاها ميتينجز، نازلين مع بعض، فانا ماشي معاها، فهي بتبقى حاطه ايديها كده عشان ماسكة. يعني الجايدنس، فانا مش فاهم، انا عمري ما اتعرضت للموقف ده، فكل شويه اقول لها يا مثلا ايه، في رصيف، في سلم، هنطلع قالت لي طلبه، يعني انا باجي المكتب لوحدي، فانا بركب مواصلات وبنزل وبطلع، ما تحسسنيش فانت بقول لها نعمل ايه يا هبه؟ قالت له ما تعملش حاجه، انا هعرف ان انت طلعت رصيف فهطلع رصيف، هعرف ان انت طلعت سلم دي فهطلع رائعة، السلم. دي ملهمة جدا. وهبه الحقيقه كانت شاطره جدا، وطبعا شركتي نتيجه ظروف يعني اقتصاد بقى وكورونا وضربات، قعدنا 10 سنين بعد كده قفلنا، فعلاقتي بهبه انفصلت يعني، فحطيت بوست بعد كده، طبعا علاقتي ممتده لغايه دلوقتي مع هبه، بقول يعني يا جماعه في كذا، كان الناس بقى زي ما انت بتقولي تاكيدا لكلامك تحمست جدا، والبوست على لينكدين راح بعيد ومحدش عمل حاجه. فانا بستغرب جدا اللي هو ما تشاركش، يعني ما تعبرش عن تفاعلك، وفي الاخر ما تعملش حاجه، لان انا بقى عندي امل، هبه بقى عندها امل، وفي الاخر الشركات اللي بكلمك عليها دي يعني الشركه كلها كنا شركه صغيره يعني 20 واحد ولا بتاع، انما الناس اللي تواصلت معايا دي مؤسسات كبيره جدا، وديفنتلي يقدروا ان هم يعملوا يهوست هبه، وهي يعني ما شاء الله شاطره جدا، يعني بنتكست، بتسكادول، بترد، بتفكر، تتعامل، فانا مش شايف ان في اي مشكله، ولكن جات لي حاله الغضب ان انا يعني غير ان انا فشلت وحسيت ان انا مش عارف اساعد هبه، ما كنتش متسامح مع الناس اللي هي يعني عرضت انها تساعد او تبقى كده ما خدتش اكشن يعني. بص ده بقى ممكن نعمله بودكاست تاني، بس هو احنا عندنا من جوه حته، انا والله زي ما بقول لك لا انا بدعو للمساواه ولا بدعو ولا فيمينست ولا الكلام اللطيف ده، انا واحده عايزه تساعد البنت يبقى ليها مصدر دخل لو هي عايزه. الفكره كلها ان بجد في ناس بتتعاطف عشان ده شيك، صح، عشان ده لطيف، عشان القصه عشان ده علشان ده كلاسي، صح، عشان الله لما اقول كده فاهم، لكن وقت الجد يلا نعمل مع بعض، لا مفيش يعني لا يعني علشان حلو اني اقول ان انا بساعد بناصر المرأة، برافو اني اقول اني انا مش عايزاك تقول بتناصر المرأة، انا عايزه اقول لك ان احنا فعلا عايزين نحل حاجه صالح هيبقى صالح لينا كلنا، لكن وقت الجد قليل فيه، بس قليل. شكرا يا عبير، it was very insightful وتجربه جميله وعظيمه، وجود لك والبصمه بتاعتك باينه وواضحه على المجتمع، واتمنى لك ان ده ينتشر مش في مصر بس، كمان خارج مصر يعني ان شاء الله. ثانك يو، شكرا يا عبير، ميرسي يا رجائي، ميرسي يا طلبه، ميرسي.